السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ انا اسراء في كلية صيدلة، وحبيت ان انا اساعدكم سواء اولى او تانية او تالتة اعدادي في منهج العلوم، وان احنا نحل مع بعض ونفهم كل النقط مع بعض عشان ان شاء الله تفهموا كل جزئية فيها. وحابة ان انا اساعدكم وكده، وان احنا نحل مع بعضينا. وان شاء الله لو لقيت في تفاعل منكم هنزل لكم كل حاجة انتوا تحبوها ان شاء الله عشان اساعدكم في فهم الحاجات. وبعد ما نحل كمان الكتاب الاساسي ان شاء الله، لو متوفر عندنا وقت نحل مع بعض كراسة التدريبات اليومية والمراجعات النهائية برضو. وان شاء الله مش هنسيب اي جزء غير لما تبقوا فاهمينه كويس. وطبعا لو ما الاقي دعمكم ليا هفضل دايما مستمرة في تنزيل الفيديوهات. فعشان ما نطولش على بعض، حابة نبدأ على طول في حل الأسئلة. وإن شاء الله أي ورقة هنحل منه هصورها لكم وانزلها لكم على قناة التليجرام إن شاء الله، هحطلها لكم في اللينك تحت لتانية إعدادي. وبس كده، يلا نبدأ في الفيديو. اول درس بقى ان شاء الله هنبدأ حل الاسئلة بتاعته هو الحركة الاهتزازية، والدرس الاول في منهج العلوم هنحل الاسئلة بتاعته كلها ان شاء الله. وكمان بعد ما اخلص ان شاء الله هتلاقوا فيديو تاني نازل لكم بحل الاسئلة بتاع درس الحركة الاهتزازية في كراسة التدريبات. وانا دايما هجيب لكم اسئلة من كتب تانية ان شاء الله ونحلها مع بعض عشان تقفلوا بتاع ده مادة العلوم ان شاء الله، تقفلوها وتجيبوا فيها الدرجة النهائية. طيب احنا دلوقتي عايزين نبدأ على طول في حل الأسئلة. وبرضو اي حد مش فاهم جزئية معينة ممكن يبقى يبعت لي على القناة التليجرام اي حاجة هو عاوزها، وانا ان شاء الله احاول افهمها لكم. يلا نبدأ على طول. عندنا هنا اول نوع من الاسئله، ودي اسئله كتاب المدرسه. عندنا اول حاجه بيقول اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الاتيه. عندنا اول سؤال بيقول ايه؟ الحركه الدوريه التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه. اول بقى ما نلاقي الكلمه دي اللي هي على جانبي موضع سكونه هيجي في دماغنا الحركه الاهتزازيه. طيب هنكمل بحيث تتكرر حركته على فترات زمنيه متساويه. ممكن حد تاني شاطر ومذاكر كويس يقول ايه؟ يقول الحركة اللي بتتكرر على فترات زمنية متساوية هي الحركة الدورية. هقوله برافو، ولكن هنا عندنا السؤال هو مخصص حركة معينة اللي هي الحركة بتاعت الجسم المهتز اللي بيتحرك بيها على جانبي الموضع السكون، ودي هي الحركة الاهتزازية. طب هنقول هنا ايه علاقة الحركة الدورية بالموضوع؟ هقول لكم ان الحركة الاهتزازية هي نوع من انواع الحركة الدورية. يبقى هنا اجابتنا ايه؟ هي الحركة الاهتزازية. يبقى السؤال رقم 1 الإجابة هي الحركة الاهتزازية. تمام. طيب السؤال الثاني بيقول ايه؟ بيقول عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. اول ما حد ما هيشوفها هيقول يبقى انا عارف القانون ده، التعريف ده وحافظه كويس. طب ايه هو عدد الاهتزازات الكاملة اللي بتحصل في زمن معين اللي هو الثانية الواحدة؟ ده التردد. يبقى اجابة السؤال رقم 2 هو التردد. تمام. ندخل على النوع الثاني من الاسئلة وهو اختر الاجابة الصحيحة. هنا عندنا الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة. عندنا أول سؤال بيقول إيه؟ بيقول تمام كده كويس. بيقول حاصل ضرب تردد جسم مهتز في زمن الدوري. أول ما حد ما يشوف حاصل الضرب يعني هنضرب حاجة في بعضها. هنكتب هنا 1، هنبدأ نفهم حاصل ضرب التردد. يبقى التردد طيب حاصل ضربه في ايه؟ في زمنه الدوري، يعني التردد في الزمن الدوري. هنا بيقول لي يساوي ايه؟ يساوي نص ولا تلت ولا ربع ولا 1؟ هنا الإجابة الصحيحة هتكون 1. ليه؟ لأن كل منهما معكوس ضربي للآخر. ليه برضو؟ هنقول لأن التردد بيساوي المعكوس الزمن الدوري، ودايما لما بيبقى في حاجة ومعكوسها لما بنضربهم في بعض بيديني 1. يبقى هنا الإجابة الصحيحة هي رقم 1. يبقى هنا هنختار 1.
تمام برضو زي ما قلت لكم الاجابات كلها هصور لكم الورقه دي بالشرح بتاعها ان شاء الله. هنقول السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 بيقول من الشكل المقابل عندما تتحرك كرة بندول من س وصاد في زمن قدره 2/100 ثانية فإن التردد بيساوي كام هرتز؟ طب هنا عاطيني الزمن الدوري 2/100 ثانية. ممكن حد يجي على طول كده ويقول 2/100، هنقول 1/2/2/100 وخلاص اديني 50 وكده انا خلصت. طبعا ده حد يبقى كده متسرع وما فهمش السؤال كويس او ما فهمش الصورة. طيب هو هنا حاطط لنا صورة البندول، طب حاططها ليه؟ ما هو اكيد حاططها عشان في حاجة معينة. دي من س لصاد دي مش اهتزازة كاملة، دي نصف اهتزازة، واذا هو عاطيني هنا الزمن اللي هو قدره 2/100 ثانية، ده زمن نصف الاهتزازة وليس الاهتزازة كاملة. طيب انا عشان اجيب الزمن الدوري، الزمن الدوري هو زمن الاهتزازة الكاملة. طيب انا هنا معايا زمن نصف الاهتزازة، اعمل ايه عشان اجيب الزمن الكامل؟ اضربه في 2 بس كده. يبقى اول حاجة 2 هنقول احنا عايزين الزمن الدوري الاول الدوري. طب احنا معانا هنا الزمن كام؟ 2/100 ثانية. طب احنا ده زمن نصف اهتزاز، احنا عايزين زمن الاهتزاز الكاملة، نعمل ايه؟ هنقول 2 في 2/100 ثانية هيديني كام؟ هيديني 4/100، يبقى 4/100 ثانية. ممكن حد اول ما يطلع له رقم 4% يروح في الاختيارات يلاقيه يجي مختاره على طول، وطبعا ده برضو التسرع. واحنا قلنا ان احنا لازم نركز سؤال كويس في السؤال. احنا جبنا الزمن الدوري، ولكن هل هو ده اللي طالبه في السؤال؟ لا، هو طالب مننا هنا التردد، والتردد عشان نجيبه لازم نجيب الزمن الدوري الاول. طيب احنا جبنا الزمن الدوري اللي هو 4%، هنيجي بعدين نيجي التردد بيساوي واحد على الزمن الدوري، ادي الزمن الدوري. طيب عندنا هنا الزمن الدوري احنا طلعناه بكام؟ طلعناه ب4/100، يبقى 1/4% هتساوي 25 هرتز. 25 هرتز ممكن نحسبها بالآلة الحاسبة وممكن نطلعها، ولكن هي سهلة. الحاجات الأكبر ممكن نطلعها بالآلة الحاسبة. يبقى كده هنا عندنا السؤال التاني التردد بتاعه طلع 25 هرتز. يلا بينا السؤال الثالث. عندنا بقى هنا السؤال الثالث بيقول ايه؟ بيقول الاشكال الاتية تعبر عن اهتزاز بندول بسيط سعة اهتزازاته تساوي. اول ما نلاقي كلمة سعة الاهتزاز دي في حاجة كده هتنور في مخنا، هي ايه؟ هو التعريف بتاع سعة الاهتزاز. طب سعة الاهتزاز هي ايه؟ سعة الاهتزاز هي أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكون. طب احنا هنشوف هنا أي حاجة. طب هنا عندنا فين موضع السكون؟ موضع السكون بتاع البندول هي النقطة دي. احنا بقى عايزين أقصى إزاحة، يعني أكبر مسافة هيمشيها البندول من النقطة دي اللي هي موضع سكونه بعيد عنه. طب احنا عايزين أكبر مسافة أو أكبر إزاحة. عندنا هنقول هنمشيها على طول. اول حاجة هنا عندنا 25 سنتي، ولكن هي كبيرة ممكن تبقى صح، ولكن احنا عايزينها يتحركها ساعة الاهتزازة هي اقصى ازاحة يتحركها بعيدا عن موضع السكون، بعيدا عن النقطة دي. انتوا هنا لما تشوفوا السهم هتلاقوا ان السهم بيقرب للبندول وليس بيبعد عنه، يعني مش بيبعد عنه، ده بيقرب منه. يبقى دي كده غلط. عندنا رقم 2 عندنا هنا 30 سنتي، رقم كبير. وهنا برضو عندنا ادي موضع السكون اهو، والبندول بيبعد عني، يبقى دي ممكن تبقى اكبر ازاحة يحدثها الجسم بعيدا عن موضع السكون. يبقى دي كده هنحط عليها صح صغيرة لحد ما نشوف بقية الاجابات. عندنا هنا 20 سنتي وفعلا بيبعد عن موضوع السكون، ولكن ال30 اكبر يبقى هنستبعدها. نشوف اللي بعديه 10 سنتي، لا دي بعيدة خالص دي، يبقى دي كمان غلط. يبقى احنا هنا عندنا سعة الاهتزاز بتساوي كام سنتي؟ يبقى هنا بتساوي 30 سنتي، وال30 سنتي هنا عندنا هي في الاختيارات. يبقى كده الإجابة رقم 3 بتساوي 30 سنتي. يبقى هنكتب هنا الإجابة رقم 3 30 سنتي. واحنا يا جماعة مش بننقل في الكتاب على طول، او مش مجرد ان احنا بنحل الأسئلة بتاع الكتاب، احنا لازم نفهم كل جزئية. فكده دي إجابات أول سؤالين في أسئلة كتاب الامتحان أو أسئلة كتاب المدرسة. عندنا رقم 3 هنا بيقول ماذا نعني بقولنا أن. نكتبها وبعدين نرجع نحلها مع بعضين.
هنا عندنا بيقول اول سؤال: عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها جسم مهتز في زمن قدره 10 ثانية بيساوي 500 اهتزاز. حد كده اول ما يقرأ السؤال ده هيحس ان هو شاف السؤال ده قبل كده. شايفين في المصطلح العلمي كنا حلينا عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة هو ايه؟ التردد. يبقى كده احنا عرفنا هو قصده ايه هنا بالسؤال ده. قصده ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نجيب التردد. هنا زي مسألة كده، هو عطينا المعطيات وعاوز المطلوب. طب هنا مطلوب ايه؟ مطلوب التردد. يبقى احنا اول حاجة هنيجي نحسب التردد. يبقى هنقول واحد، هنقول التردد، او ممكن الاول نكتبها هنا: نعني بقولنا ان، وبعد كده نعمل دي ممكن تكتبوها في بداية اول سؤال. نعني بقولنا ان هنقول واحد التردد بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على ايه؟ على الزمن. طيب على الزمن. طيب كده جميل خالص. عندنا طيب عدد الاهتزازات الكاملة، ومهم ان هي تكون الكاملة مش النصف اهتزاز، نركز فيها كويس. عندنا عدد الاهتزازات الكاملة كام؟ 500 اهتزاز. يبقى هنقول 500 اهتزاز على الزمن. الزمن عندنا كام؟ 10 ثانية. يبقى هنقول 10. طيب 10 على 500 بكام؟ ادي صفر مع الصفر، يبقى 50 على الواحد ب50 هرتز. طب ليه هرتز؟ عشان التردد وحدة القياس بتاعته الهرتز. تمام. يبقى كده خلصنا اول سؤال. يبقى هنقول نعني بقولنا ان ونحلل له المسألة. طيب 2، عندنا الزمن الذي يستغرقه زنبرك في عمل 60 اهتزازة كاملة يساوي دقيقة واحدة. طب احنا هنا عايزين نجيب الزمن الدوري. هنقول نعني بقولنا ان الزمن الدوري. طب الزمن الدوري احنا قلنا الزمن الدوري هو ايه؟ هو زمن الاهتزازة واحدة، الاهتزازة كاملة واحدة. طب احنا كده عايزين نجيب الزمن الدوري، يعني عايزين نجيب زمن الاهتزازة الواحدة. طيب عندنا هنا 60 اهتزازة حصلوا في الدقيقة اللي هي 60 ثانية. طب احنا عايزين نجيب زمن اهتزازة واحدة، هنعمل ايه؟ هنقول عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية. تمام. طب احنا عندنا هنا كام اهتزازة؟ عندنا 60 اهتزاز. تمام، 60 اهتزازة كاملة. طب عندنا الزمن كان عندنا دقيقة، ممكن نكتب هنا واحد؟ لا طبعا، ليه؟ احنا الزمن ده احنا عايزينه هنا بالثواني. طيب الدقيقة فيها كام ثانية؟ فيها 60 ثانية. يبقى 60 على 60 فيها كام؟ فيها 1 ثانية، وده الزمن الدوري. عندنا هنا يا جماعة بس اتلخبطت في حاجة وبس. هنا ما حصلش غلط، لان السؤال هنا كانوا نفس القيمة فما عملناش غلط. لكن هنا فيها الحتة دي فيها خطأ، وهي الزمن الدوري بيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات الكاملة. يعني الزمن الدوري هو اللي هيبقى في البسط، وعدد الاهتزازات الكاملة هو اللي هيبقى في المقام. ولكن عشان هنا عندنا السؤال هما الاتنين كانوا قيمتهم 60 فعطوا نفس القيمة، ما حصلناش عطلة او كده او غلط في المسألة. ولكن في مسألة تانية ممكن تعمل لنا غلط ويبقى السؤال اللي يطلع مننا خطأ. يعني انا كنت حاسة بس بلخبطة، فانا اتلخبطت في الحتة دي. يبقى هنا عندنا الزمن الدوري يساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات وليس العكس. وان شاء الله اعدلها لكم في الصورة اللي هتنزل ان شاء الله. نكمل. هنا عندنا السؤال رقم 4 في الشكل المقابل، ده رسم بياني. ممكن اول ما حد ما يشوفه يتخض او يحس السؤال صعب، ولكن هو سهل جدا، كمان اسهل من الحاجات التانية. ولكن هو عشان بس برسمة فممكن ان انتوا تتخضوا. طيب احنا هنا عاوزين اول حاجة اوجد الزمن الدوري للجسم المهتز للشكل المقابل. احنا الاول محتاجين ان احنا ندرس الشكل وبعد كده نحل الاسئلة. طيب الاول قبل ما نعمل اي حاجة هنقول الزمن الدوري. القانون بتاعه ايه؟ زي ما قلنا الزمن بالثانية على ايه؟ على عدد الاهتزازات
الكاملة. تمام. احنا هنا دي برضو عندنا زي ما قلت لكم دلوقتي، وهعدلها لكم برضو في الصورة، بس ايه بعد ما نخلص الفيديو. عندنا هنا ايه الزمن، بنقول ايه الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات. يبقى انا كده فهمت هو عاوز الزمن الدوري، يبقى انا كده خلاص فهمت انا رايحة للصورة او للرسم البياني انا عايزة منه ايه. عايزة منه عدد الاهتزازات الكاملة، وعايزة منه الزمن بتاع الاهتزازات دي بالثانية. طيب هنروح بقى على الرسم البياني عشان نطلعها. طيب احنا في الرسم البياني هنا عندنا كام اهتزازة كاملة؟ هنا ممكن حد يقول 1 2 3 4، لا دي كده نصف اهتزازة. طب احنا عندنا الاهتزازة الكاملة بنحسبها ازاي؟ عندنا دي كده نص اهتزازة، كده نص اهتزازة تانية. يبقى احنا كده عندنا الحتة دي كده، دي كده اهتزازة كاملة. يبقى دي ودي مع بعض، النصف ده والنصف ده، يبقى ده اهتزازة كاملة. طب والنصف ده والنصف ده اهتزازة كاملة تانية. طب احنا كده عندنا كام اهتزازة كاملة؟ احنا كده عندنا 2 اهتزازة كاملة. يبقى احنا كده حسبنا عدد الاهتزازات الكاملة. طيب احنا هنا عندنا الزمن مكتوب اهو تحت، هنجيب في اخر الخط خالص بعد انتهاء جميع الاهتزازات. عندنا هنا كام؟ 8/100 ثانية. يبقى احنا كده خلاص جبنا الحاجات المطلوبة مننا احنا جبناها. طب احنا هنا عندنا الزمن بالثانية كام؟ جبنا كام؟ 8/100 ثانية. طب عندنا عدد الاهتزازات الكاملة كام؟ 2. طيب 8/100 على الاتنين هيديني كام؟ هيديني 4/100 ثانية. وده عدد الاهتزاز بتاع ده، الزمن اللي بيحصل فيه الاهتزازة الكاملة الواحدة. يبقى انا كده جبت ايه؟ الزمن الدوري، وهو زمن الاهتزازة الواحدة، ولازم تكون ايه؟ كاملة. تمام. طيب عندنا السؤال رقم 2. عندنا هنا يا شباب هحل السؤال ده في الكتاب عشان معرفتش انقل الرسمة، عشان عادي محتاجة مربعات ورسم بياني وكده. تمام. هنحل السؤال ده هنا، وبرضه هبقى اصوره لكم. 2 عندنا بيقول أعد رسم الشكل في الورقة البيانية 1 اللي هي دي، بحيث يزداد التردد للضعف مع ثبوت سعة الاهتزاز. طب احنا محتاجين نفهم. عندنا هنا بيقول يزداد التردد للضعف، هنا يعني ايه يزداد التردد للضعف؟ يعني هنزيد عدد الاهتزازات للضعف. يعني ايه برضو؟ طب احنا هنا عندنا كام في الرسمة الأساسية؟ عندنا كام بتاع ده اهتزاز؟ عندنا اهتزازتين. طيب احنا عايزين نزود التردد للضعف، يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنزود عدد الاهتزازات للضعف. يعني احنا هنا عندنا اهتزازتين، يبقى هنا عندنا كام اهتزازة؟ يبقى هنا عندنا 4 اهتزازات. تمام. طب هنا بيقول مع ثبوت سعة الاهتزازة، يعني ايه؟ يعني احنا عايزين مثلا هنا سعة الاهتزازة هنا كانت مربع 1، يبقى هنا سعة الاهتزازة تكون مربع 1. يبقى كده احنا عدد سعة الاهتزازة هتبقى مربع 1، ولكن هنزود التردد للضعف، يعني هنزود عدد الاهتزازات للضعف. يبقى عايزين نعمل 4 اهتزازات بسعة اهتزازة واحد، بنفس سعة الاهتزازة اللي هو مربع 1. يبقى هنعمل هنا ال4 اهتزازات ازاي؟ هنعمل نصف اهتزازة في المربع ده، وادي النصف التاني في المربع ده. يبقى كده عملنا اهتزازة كاملة. نيجي هنا نعمل ادي نصف اهتزاز، وادي هنا نصف اهتزاز. كده عملنا اهتزازتين، كده نص اهتزازة، وكده نصف اهتزازة. كده عملنا 3 اهتزازات كاملين. هنا هنعمل نصف اهتزازة، وهنا نصف اهتزازة. يبقى احنا كده عملنا السؤال رقم 2 اللي هو ايه؟ زودنا التردد للضعف اللي هو عدد الاهتزازات للضعف مع ثبوت سعة الاهتزازة اللي هي ايه؟ مربع 1. تمام. طب هنا عندنا هنا بيقول ايه؟ بيقول اعد رسم الشكل في الورقة البيانية 2 اللي هنا، بحيث تزداد سعة الاهتزاز للضعف مع ثبوت التردد. يعني ايه؟ يعني هنا عاوزين نزود سعة الاهتزاز اللي هو ايه؟ عدد المربعات، ولكن مع ثبوت التردد. ثبوت التردد يعني ايه؟ يعني هو عاوز عدد الاهتزازات نفس اللي هنا نفس اللي هنا، ما نغيرش في عدد الاهتزازات، ولكن نغير في سعة الاهتزاز نزودها. طب احنا هنا عندنا كام اهتزاز؟ عندنا اهتزازتين، يبقى هنا برضو هيبقى عندنا اهتزازتين. هيبقى هتزداد سعة الاهتزاز، هنزودها ازاي بقى؟ هنا مش عندنا مثلا هنا من 1 واخده مربع 1، هنا هتاخد مربعين. تمام. يبقى هنا هنعمل ايه؟ هنعمل اول نصف اهتزاز. تمام. طب هنا كانت شايفين هنا كانت مربع 1. تمام كده شايفين؟ ماشي.
هنا كنا واخدة مربع واحد، طب احنا هنا هنعملها مربعين، هنيجي حاطين النقطة هنا عشان ايه؟ عشان احنا زودنا سعة الاهتزازة للضعف. ادي هنا كده عملنا اهتزازة كاملة. طب هنا برضو النقطة دي هتبقى هنا والنقطة دي هتبقى هنا. هنا عملنا اهي، ادي نصف اهتزازة كمان وادي نصف اهتزازة كمان. يبقى كده عملنا الاهتزازتين الكاملين، ولكن زودنا سعة الاهتزاز للضعف. فكده دي الرسمة الاولى ودي الرسمة التانية. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوها بعد الرغي الكتير اللي انا قلته ده. بس كده خلصنا اسئلة كتاب المدرسة، نبدأ بقى ايه في اسئلة كتاب الامتحان. يلا بينا. اول حاجة بقى هبدأ ان انا اسرع لكم شوية عشان نخلص بسرعة ان شاء الله. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. طيب عندنا واحد بيقول ايه؟ ده كله تحت بند او تحت مفهوم الحركة الاهتزازية وتمثيلها ايه البياني. عندنا واحد بيقول الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. كنا لسه قايلينها في الصفحة اللي قبل كده. الحركة اللي بتتكرر بانتظام وعلى فترات زمنية متساوية هي ايه؟ الحركة الايه؟ الدورية. تمام. وده سؤال سهل جدا وايه وحلنا قبل كده. 2 الحركة التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع السكون. احنا السؤال ده كمان حليناه في أسئلة المدرسة، كتاب المدرسة. على جانبي الموضع السكون دي ايه؟ الحركة الاهتزازية بحيث تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، يبقى دي الحركة الاهتزازية. ودي كمان حليناها في أسئلة كتاب المدرسة، سؤال سهل وبسيط. طيب هنا عندنا السؤال رقم 3 بيقول ايه؟ بيقول ابسط صور الحركة الاهتزازية. هي اصلا جاية من اسمها، بيقولك ابسط صور الحركة الاهتزازية وهي ايه؟ الحركة التوافقية البسيطة. وطبعا هنا احنا بنحل حد شاطر وحد مذاكر كويس وفاهم كل جزئية، احنا بنحل مع بعضين. فايه اللي لسه ما ذاكرش يروح ايه يذاكر تاني وايه ويرجع يحل معانا الاسئلة. 3 هي الحركة التوافقية البسيطة، هي من اسمها هو بيقول لي أبسط وهي فعلا أبسط الحركات. عندنا السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 بيقول لنا ايه؟ الموضع الذي تكون فيه سرعة الجسم المهتز نهاية عظمى والإزاحة صفر. يبقى تكون السرعة بتاعة الجسم المهتز نهاية عظمى والإزاحة صفر ايه؟ والموضع ده هو ايه؟ هو موضع السكون. ليه؟ لأن الإزاحة بتكون صفر، لأن احنا عندنا البندول هنا اهو. عندنا امتى الإزاحة بتكون صفر؟ لما بيكون عند موضع السكون. يبقى هنا هنكتب هو موضع السكون. تمام. هنا عندنا بقى هندخل على خصائص الحركة الاهتزازية. عندنا السؤال رقم 5 بيقول ايه؟ أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه هو ايه؟ هو سعة الاهتزاز. سعة الاهتزاز الواحدة دي هي أقصى إزاحة يحدثها الجسم بعيدا عن موضع السكون. يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها سعة الاهتزاز. سعة الاهتزاز. اعتقد يا جماعة الدرس سهل جدا والاسئلة بتاعته كمان بسيطة، بس انتوا تذاكروا كويس وتفهموا كل جزئية وتعرفوا تحلوا كل حاجة ان شاء الله. طيب عندنا 6 المسافة بين النقطتين. سرعة الجسم المهتز عند احداهما اكبر ما يمكن وعند الاخرى اقل ما يمكن. دي ايه؟ دي برضو ساعة الاهتزاز زي ما وريتها لكم في الرسمة في الصفحة اللي قبل كده في كتاب المدرسة. ساعة الاهتزاز فهي ده برضو يبقى كده 5 و6، يبقى كده هما الاتنين ايه؟ ساعة الاهتزاز. يبقى 6 برضو ساعة الاهتزاز. تمام. عندنا السؤال رقم 7 بيقول الحركة التي يحدثها الجسم المهتز عندما يمر بنقطة ما في مسار الحركة مرتين متتاليتين في اتجاه واحد. يعني ايه؟ يعني هو بيقولك هنا عندنا مثلا البندول، الحركة اللي هو بيعملها الجسم لما يمر بنقطة ما. النقطة ما دي اللي هي ايه؟ موضع السكون، او مثلا احنا هنقول ان هي موضع السكون في مسار حركته مرتين. يعني هو مثلا البندول هيمر كده مرة وهو رايح نص اهتزازة وهيرجع كده مرة، فهيمر برضو من موضع السكون مرة كمان، دي نصف اهتزازة كاملة. يبقى دي كده ايه؟ اهتزازة كاملة، ودي فعلا حركتين، يبقى دي بنسميها ايه؟ الاهتزازة الكاملة.
سهلة جدا اهي. يبقى 7 اهتزازة كاملة. تمام. عندنا 8 بيقول ايه؟ بيقول الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة. يبقى احنا اللي قلناه ان الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة، يبقى 8 هو الزمن الدوري. طيب عندنا هنا 9 ايه؟ بيقول المعكوس الضرب للتردد، ده برضو الزمن الدوري. يبقى كده 8 و9 الزمن الدوري، لان احنا قلنا ايه؟ ان التردد والزمن الدوري هما معكوس ضرب لبعض، يبقى المعكوس الضرب للتردد هو برضو الزمن الدوري. ندخل على الصفحة التانية. عندنا هنا السؤال رقم 10 بيقول ايه؟ بيقول عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة هو ايه؟ هو التردد. دي برضو حلنا في اسئلة كتاب المدرسة، وسؤال سهل جدا هو التردد. ايه ده؟ عندنا 11 برضو نفس السؤال. ليه نفس السؤال؟ رقم 9 اللي هو المعكوس الضربي للزمن الدوري هو ايه؟ التردد. ما هو كده معنى ان احنا قلنا ان المعكوس الضربي للتردد هو الزمن الدوري، يبقى العكس صحيح. عشان كده لما قلنا حصل الضرب بتاعهم هما الاتنين هيدينا 1. كده احنا خلصنا اسئلة اكتب المصطلح العلمي بتاعت اول درس مع بعض. ندخل بقى على اسئلة اكمل العبارات الصحيحة. يلا عندنا هنا اول سؤال في اكمل العبارات الصحيحة بيقول ايه؟ بيقول ايه الحركة الاهتزازية والحركة ايه من انواع الحركة ايه؟ طب احنا كنا لسه قايلين في الصفحة الاولى الحركة الاهتزازية هي من انواع الحركة ايه؟ الحركة الدورية، اللي احنا قلنا فيها ان هي بتتكرر على فترات زمنية متساوية. يبقى هنا اول حاجة عرفنا ان احنا نكتب من انواع الحركة الدورية. طب احنا عندنا الحركة الدورية انواعها ايه؟ حركة اهتزازية وحركة ايه؟ برافو، حركة موجية. يبقى عندنا الحركة الاهتزازية والحركة الموجية من أنواع الحركة الدورية. يبقى هنا هنكتب في 1 هنكتب الحركة الاهتزازية والحركة الموجية، ودي أول إجابة في أول نقط. طبعا عندنا من أنواع الحركة إيه؟ قلنا من أنواع الحركة الدورية. تمام. السؤال رقم 2 بيقول سرعة الجسم المهتز تكون نقط أثناء مروره بموضع السكون. بتكون ايه؟ يعني لما البندول يمر كده بموضع السكون، وأول ما يمشي من عند موضع السكون كده بتبقى سرعته ايه؟ أو سرعة الجسم والبندول بتبقى ايه؟ بتبقى أكبر ما يمكن. يعني عندما يمر الجسم نقطة موضع السكون بتكون السرعة بتاعته أكبر ما يمكن. يبقى هنا هتبقى أكبر ما يمكن. تمام. ده اثناء مرور موضع السكون. طيب وتكون ايه بالابتعاد عنه؟ تقل بالابتعاد عنه، يعني كلما يقل حركة البندول من موضع السكون الحركة او السرعة بتاعته ايه؟ بتقل. كل ما نبعد عنه بتقل. وتقل بالابتعاد عنه. ده سؤال رقم 2. 3 بيقول ايه؟ تتناسب طاقة حركة كرة البندول البسيط تناسب ايه؟ ده تناسب طردي مع كل من كتلتها وايه ومربع سرعتها. يبقى هنا عندنا طاقة الحركة بتاعت البندول بتتناسب مع الكتلة ومع مربع السرعة بتتناسب طردي. يبقى 3. ودي على فكرة يا جماعة تبقى سهلة جدا ان انتوا تجيبوها بالقانون. القانون لما يبقى فيه القانون الحاجة اللي على البسط بتتناسب طرديا مع بسطها وبتتناسب عكسيا مع المقام بتاعها. ودي سهلة جدا هتلاقوها في كل مسائل تقدروا تحلوها بالطريقة دي. اي حاجة تتناسب طردي مع بسطها وعكسي مع مقام. يبقى كده عندنا 3 هتبقى تناسبا طرديا. تمام. طيب مع الكتلة ومع ايه؟ ومع مربع السرعة. يبقى هنا مع مربع السرعة. تمام. 4 بيقول ايه؟ تعتبر حركة الكواكب حول الشمس مثال للحركة ايه؟ ودي موجودة كده نصا في الشرح بتاع الكتاب. هتبقى الحركة الدورية. ولكن ايه الدورية ايه؟ هتبقى حركة دورية غير الاهتزازية. يبقى تعتبر حركة الكواكب حول الشمس مثال للحركة الدورية غير الاهتزازية. طيب حركة لعبة الأرجوحة بتبقى حركة ايه؟ بتبقى حركة الدورية اهتزازية. يبقى حركة الكواكب دورية غير اهتزازية، ولكن المرجحة هتبقى حركة دورية وحركة اهتزازية برضه. يبقى نكتبها. يبقى تعتبر حركة الكواكب حول الشمس مثال للحركة قلنا ايه؟ الدورية غير الاهتزازية. الدورية غير
الاهتزازية. تمام. طب عندنا هنا بينما حركة لعبة الأرجوحة مثال للحركة ايه؟ الدورية والاهتزازية. يبقى الدورية الاهتزازية، واحنا قلنا ان الاهتزازية هي نوع من انواع الحركة الدورية. تمام. يبقى عندنا السؤال رقم 5. لا تعتبر الحركة التي تصنعها لعبة النحلة حركة ايه؟ لا تعتبر حركة اهتزازية بالرغم من كونها حركة ايه؟ دورية. احنا قلنا ان كل الحركات الدورية ممكن تبقى حركة الاهتزازية وليس العكس. يبقى هنا لا تعتبر الحركة التي تصنعها لعبة النحلة حركة ايه؟ حركة اهتزازية. بالرغم من كونها حركة دورية. هنا ممكن نقول ان كل حركة دورية ممكن تبقى حركة اهتزازية وليس كل حركة اهتزازية او العكس صحيح يعني. هنا بس عشان الحتة دي بنتلخبط في الكلام. يبقى عندنا هنقول كل حركة اهتزازية حركة دورية وليس كل حركة دورية حركة اهتزازية. هي جملة صعبة كده، انا اصلا اتلخبطت وانا بقولها، بس هي ده الصحيح. ليه؟ لان احنا عندنا الاهتزازية هي نوع من انواع الدورية وليس العكس. يبقى كده احنا عندنا زي ما قلت لكم كده هتبقى دي تعتبر حركة اهتزازية بالرغم من كونها حركة دورية. كده خلصنا اول جزء بتاع مفهوم الحركة. هندخل على خصائص الحركة الاهتزازية. هنقول هنا عندنا رقم 6. هنقول بيقول تتضمن الاهتزازة الكاملة نقط ازاحات متتالية وتسمى كل منها ايه؟ احنا عندنا النصف ازاحة، النصف اهتزازة بتكون كام ازاحة؟ بتكون 2 زي ما احنا شفناها في الرسم البياني. يبقى كده عندنا الازاحة الكاملة بتكون 4 اهتزازات كاملة. 4 اهتزازات كاملة. طب دي احنا كنا بنسميها ايه؟ كنا بنسميها سعة اهتزازة، ودي اللي احنا ايه عبرنا عنها بالمربع ايه في الصفحة اللي ورا بتاع الرسم البياني. تمام. يبقى كده عندنا 4 اهتزازات وبتسمى سعة الاهتزاز. عندنا بقى رقم 7 بيقول ايه؟ وحدة قياس سعة الاهتزاز او سعة الاهتزاز دي بتبقى وحدة قياسه ايه؟ بتبقى متر. احنا قلنا ان وحدة القياس سعة الاهتزاز المتر، ولكن لو هو جايبها لي بالسنتيمتر في الرسمة فاحنا هنمشيها، ولكن هي اصلا وحدة قياس سعة الاهتزاز بالمتر. هنقول رقم 7 وحدة قياس سعة الاهتزاز بالمتر. طيب عندنا بينما وحدة قياس الزمن الدوري بايه؟ بالثانية. دي سهلة جدا واحنا عارفينها. يبقى كده خلصنا رقم 7. ندخل على رقم 8. عندنا هنا بقى رقم 8 بيقول ايه؟ بيقول بندول بسيط اقصى ازاحة يحدثها بعيدا مع موضع سكونه هي 2/10 متر. طب عندنا هنا بيقول اقصى ازاحة يحدثها الجسم المهتز، ده اصلا تعريف ايه؟ تعريف سعة الاهتزاز. يبقى كده هو كأنه بيقول بندول بسيط سعة اهتزازته 2/10 متر. ده ترجمة يعني للكلام اللي هو قايله. خلال 5/10 ثانية. فإن سعة الاهتزازة كام؟ طب احنا قلنا ان سعة الاهتزازة هي اصلا اقصى ازاحة يحدثها الجسم بعيدا عن موضع سكون. يبقى كده سعة الاهتزازة هي برضو 2/10 متر. يبقى هنكتب 2/10 متر. طيب بيقول ايه الزمن الدوري؟ طب احنا الزمن الدوري احنا قلنا هو زمن ايه؟ الزمن الدوري هو زمن الاهتزازة الكاملة. طب احنا عندنا سعة الاهتزاز، احنا عندنا الاهتزازة، ودي برضو معلومة ليكم، الاهتزازة الكاملة. الاهتزازة الكاملة بتحتوي على كام ساعة اهتزازة؟ بتحتوي على 4 ساعات اهتزاز. يبقى احنا كده عندنا عشان نجيب الاهتزازة الكاملة 4 ساعة اهتزاز. طب احنا عشان نجيب الزمن الدوري هنعمل ايه؟ هنضرب زمن ساعة الاهتزاز الواحدة في 4 عشان الزمن الدوري هو زمن ساعة الاهتزاز الكاملة. يبقى احنا هنقول 4 في 5/10 اللي هو قايلها لي هتبقى كام؟ هتبقى 2 ثانية، وده الزمن الدوري للاهتزازة الكاملة. يبقى كام؟ هيبقى 2 ثانية. كده خلصنا السؤال رقم 8. يعتبر مسألة يعني. عندنا ايه؟ الهرتز. بيقول الهرتز هو وحدة قياس ايه؟ دي سهلة جدا، وحدة قياس التردد. طيب عندنا هنا السؤال رقم احنا فين؟ 10. ماشي.
عندنا الكيلو هرتز. الكيلو هرتز بيعادل قد ايه؟ بيعادل كام هرتز؟ بيعادل 1000 هرتز. يعني الكيلو هرتز بيعادل 1000 هرتز، فاحنا ممكن هنعملها 1000 هرتز، او ممكن نمشيها بنظام الباور، يعني اللي هو الأس يعني. يبقى الكيلو هرتز يعادل 10 أس 3 هرتز، ده الكيلو هرتز. طيب عندنا بيقول بينما الميجا هرتز، الميجا هرتز تعادل كام هرتز؟ هتعادل بتاع 10 أس 6 هرتز، وده طبعا رقم كبير جدا ان انا مش هعرف انطقه اصلا. غالبا مليون يعني. فكده يبقى الكيلو هرتز فيه 1000 هرتز، والميجا هرتز بتساوي مليون هرتز، وده تقريبا يعني اللي هو 10 أس 3 و10 أس 6. عندنا السؤال رقم 12. السؤال رقم 12 بيقول، ولا احنا فين؟ السؤال رقم 11، سوري. السؤال رقم 11 بيقول 20 ميجا هرتز بتساوي كام جيجا هرتز؟ دي مسألة محتاجة ان احنا نحلها. طيب هنقولها على السريع كده. احنا عايزين نحول 20 ميجا هرتز دي نوديها للجيجا هرتز، فاحنا هتبقى 20 ميجا هرتز دي هتبقى 2 من 100 هرتز. 2 من 100 جيجا هرتز. جيجا هرتز هي يا جماعة سهلة جدا. ممكن كمان انتوا تحولوا من الميجا هرتز للهرتز، وبعد كده من الهرتز للجيجا هرتز. هي سهلة بس هتاخد وقت طويل في الحل، فهي سهلة يعني. هتبقى 2 من 100 جيجا هرتز. طبعا عندنا رقم 12. 12 بيقول الفرق بين حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري والواحد الصحيح. طب السؤال ده تحسوا ان هو لافف شويه، لكن هو سؤال سهل جدا. بيقول ايه؟ بيقول الفرق بين يعني ايه؟ عاوز يطرح. بيقول حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري. طب احنا قلنا حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري بيدينا كام؟ بيدينا 0. سهله جدا. فبيقول الفرق بين بقى، الفرق بين كأنه بيقول الفرق بين الصفر والواحد الصحيح. الفرق بين الصفر والواحد الصحيح كام؟ 0. مفيش فرق بينهم. ممكن حد يقول لي 1 هطرح ده من ده يديني، لا، هو بيقول الفرق بينهم. يعني انت عندك الواحد والصفر، ايه الفرق بينهم؟ 0. ما فيش فرق بينهم يعني، فيبقى الفرق بينهم بيساوي 0. ثانية يا جماعة، عندنا احنا قلنا الفرق بين حاصل ضرب التردد والزمن الدوري. احنا قلنا لما نضرب حاجة في معكوسها الضرب هيدينا 1. وانا شكلي مش نايمة كويس. هنا هنقول الفرق بين حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري. طب احنا قلنا ان التردد والزمن الدوري معكوس ضرب لبعض. طب احنا لما نضرب حاجة في معكوسها الضرب هيدينا كام؟ 1. طيب الفرق بين الواحد والواحد ايه؟ 0. يعني مثلا هقول مثلا هنا ايه؟ حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري ب1. فرق ناقص الواحد الصحيح كام؟ 1. هيدينا كام؟ 0. 1 ناقص 1 بكام؟ ب0. هو ده الفرق بينهم. بس هو انا ما كنت السؤال لف مني. عندنا السؤال رقم 13. السؤال رقم 13 ده داخل السؤال في أكمل تقريبا. عندنا البندول البسيط الذي يهتز 30 اهتزازة كاملة في 6 ثانية يكون تردده كام وزمانه الدوري كام؟ سهلة جدا السؤال ده. هنقول احنا عندنا التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية. طب احنا عندنا هنا عدد الاهتزازات الكاملة كام؟ عندنا 60 اهتزاز. 30 إسراء لازم تبقى نايمة كويس يا شباب قبل ما تحل. عندنا 30 اهتزازة كاملة. عندنا الزمن كام؟ 6 ثواني. يبقى احنا كده عندنا كام التردد؟ 5 هرتز، عشان 30 على 6 بيساوي 5 هرتز. طب السؤال لسه مخلص. عندنا بيقول الزمن الدوري. الزمن الدوري هنا هنقول ايه؟ هنقول الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد. الزمن الدوري 1 على التردد. يعني ايه؟ يعني 1 على 5. 1 على 5 هيساوي كام؟ هيبقى 2 من 10. 2 من 10 ثانية. يبقى كده ده إجابة السؤال، وهو سؤال سهل جدا بس هو محتاج تركيز منكم ومني يعني. فاحنا ايه ان شاء الله نركز كده ونجيب ايه اعلى درجات ان شاء الله. يلا ندخل بقى في الأسئلة التانية اللي هي اختر. هنا أسئلة اختر مش محتاجة ان احنا نكتبها في كشكول، وانا برضو ايه هبقى اللي في كشكول هنزله لكم بإجابات، واللي صح وغلط برضو هصوره لكم وانزلها لكم ان شاء الله. بس هنا عندنا الاختر هنحله على طول ايه في الكتاب. تمام.
اول سؤال عندنا بيقول ايه؟ كلما اقترب الجسم المهتز من موضع سكونه. طب هنا هو عاوز بيتكلم ايه؟ نقرأ كل الاختيارات. بيقول تقل سرعته، ولا تقل كتلته، ولا تزداد طاقة حركته، ولا تزداد ساعة الاهتزاز. هو بيقول ايه؟ بيقول كلما اقترب الجسم من موضع السكون. موضع السكون اللي احنا قلنا كف البندول مثلا بتبقى الحتة دي، بيبقى ايه؟ بتبقى تزداد طاقة حركته. طبعا مش هتقل سرعته، لان احنا قلنا سرعته عند لما بيقرب من موضع السكون او بيعدي منها بتبقى اكبر ما يمكن، طبعا مش هتقل. والكتلة ملهاش علاقة، وساعة الاهتزاز برضو ملهاش علاقة بالموضوع ده، يبقى هنا تزداد طاقة حركته. يبقى الإجابة هي ج. عندنا 2 بيقول حركة نقط من أمثلة الحركة الاهتزازية. الحركة الاهتزازية هي حركة القطار؟ لا. عندنا حركة الأمواج حركة اهتزازية؟ لا برضه. عندنا حركة النحلة حركة اهتزازية؟ لا. طب احنا كل الحاجات دي حلينا قبل كده. عندنا احنا لسه حالين ايه؟ ان الحركة الاهتزازية من أمثلتها ايه؟ حركة ايه؟ حركة الأرجوح. عندنا 3 بيقول ايه؟ بيقول تعتبر حركة بندول ساعة الحائط. بندول ساعة الحائط حركة دورية؟ صح. طب عندنا هو حركة اهتزازية؟ صح برضو. ايه ده؟ عندنا حركة عندنا اهو ألف وب مع. ليه؟ لأن الحركة الاهتزازية نوع من أنواع الحركة الدورية. يبقى كده عندنا السؤال رقم 3 هو ده ألف وب مع. 4 بيقول تعتبر الحركة نقط حركة دورية غير اهتزازية. الحركة الدورية غير الاهتزازية هي حركة ايه؟ حركة لعبة النحل، مش الأرجوحة. الأرجوحة احنا قلنا لسه قايلين ايه؟ حركة ايه؟ اهتزازية. فهنا بيقول لي غير اهتزازية أصلا، يبقى حركة لعبة النحل. تمام. عندنا 5 بيقول ايه؟ ساعة الاهتزاز تعادل كام اهتزازة كاملة؟ انا دي لسه قايلها لكم قبل ما نيجي على هنا خالص. قلت لكم ايه؟ ان الاهتزازة الكاملة فيها كام ساعة اهتزازة؟ فيها 4 ساعات اهتزاز. يبقى احنا كده عندنا ساعة الاهتزازة بتعادل كام اهتزازة كاملة؟ هتبقى بتعادل كام؟ بتعادل ربع اهتزازة كاملة. طب هنا ما قلناش 4 امثال ليه؟ لان هنا جايبها العكس. انا كنت قايله لكم هنا في الكشكول، كنت قايله ان الاهتزازة 4 ساعات اهتزاز. طب احنا عندنا ساعة الاهتزازة فيها كام اهتزاز؟ بتعادل كام؟ بتعادل ربع. لان احنا لو قلنا ربع ساعة مع ربع ساعة مع ربع ساعة مع ربع ساعة هيدينا ايه؟ اهتزازة كاملة. يبقى هنا ساعة الاهتزازة ربع الاهتزازة الكاملة. ولكن لو العكس، لو قايل لي هنا الاهتزازة الكاملة تعادل كام ساعة اهتزازة، هنقول ايه؟ 4 امثال. يبقى هنا الإجابة 5، هنا رقم ج. عندنا 6 بيقول لي أي الأشكال الآتية أو التالية يمثل اهتزازة كاملة. عندنا الشكل اللي بيمثل اهتزازة كاملة. طب احنا قلنا ايه؟ ان دي ساعة اهتزاز ودي ساعة اهتزاز، يعني من الحركة من هنا لهنا ساعة اهتزاز. طب احنا قلنا الاهتزازة الكاملة فيها كام ساعة اهتزازة؟ قلنا فيها 4 ساعة اهتزازة. تمام. سوري على القلم الوحش قوي ده، بس هو انا بحبه، يعني بحب اذاكر بيه واعمل بيه كل حاجة. يبقى كده عندنا 4 ساعة اهتزازة. يبقى احنا عايزين 4 ساعة اهتزازة. طب احنا عندنا هنا نقول 1 ألف. عندنا ادي هنا ربع، 1 ساعة اهتزازة. تمام. وادي هنا كده ادي 1 ثانية، يبقى ادي التالتة وادي الرابعة. اوه لا، دي كده خلاص الصح من غير ما احنا ما نشوف اي حاجة تانية، عشان دي عملت لي 4 ساعات اهتزازة. يبقى كده ادتنا اهتزازة كاملة. لو شفنا دي هنلاقيها 1 2 3، دي 3 ساعات اهتزازة، يبقى دي ليست اهتزازة كاملة. ودي برضو 3، يبقى ليست اهتزازة كاملة. يبقى كده الإجابة رقم 6 هي ألف. تمام. عندنا 7 بيقول لي ايه؟ المسافة بين أقصى إزاحتين لبندول بسيط على جانبي موضع سكونه تعادل اهتزازة كاملة. تعادل ايه اهتزازة كاملة؟ المسافة بين أقصى إزاحتين للبندول، يعني دي ودي أقصى إزاحتين، بتعادل ايه؟ بتعادل نصف اهتزازة. ليه؟ لأن احنا المفروض نروح كده مرة ونيجي كده مرة، يبقى المسافة بينهم دي بتعادل نصف اهتزازة. يبقى الإجابة رقم ب. عندنا 8 بيقول ايه؟ عندما يصنع جسم مهتز 20 اهتزازة كاملة في 4 ثواني، عايزين الزمن الدوري. طب احنا برضو تاني هنقول عشان نجيب الزمن الدوري نجيب التردد الأول. طب احنا عندنا التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني، وبعد كده نقول ايه؟ 1 على التردد. طيب عندنا هنا هنقول 20 على 4 اللي هي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني. 20 على 4 هيساوي كام؟ هيساوي 5 هرتز. طيب هنقول الزمن الدوري. الزمن الدوري بيساوي كام؟ بيساوي 1 على التردد. طب 1 على التردد، 1 على 5 هيديني كام؟
هيديني 2/10 اللي هي الإجابة رقم كام؟ الإجابة رقم د. شايفين ان الأسئلة ازاي سهلة وبسيطة، بس ايه ان احنا نفهمها. نشوف بقى الصفحة التانية. عندنا بيقول كده، شايفين يا تمام. بيقول عندما يصنع جسم مهتز 600 اهتزازة في الدقيقة فإن تردد هذا الجسم. طيب ماشي، سهلة جدا. احنا قلنا ان التردد بيبقى ايه؟ التردد بيبقى عدد الاهتزازات الكاملة اللي هو كام؟ هنا عندنا 600 على الزمن بالثواني. طب الزمن بالثواني هنا بيقول اللي هو عطينا دقيقة. طب الدقيقة فيها كام ثانية؟ فيها 60 ثانية. يبقى 60 هنقول كام؟ هنقول 0 مع 0، 60 على 6 فيها الكام؟ فيها 10. يبقى هتديني 10 هرتز. يبقى 10 هرتز. يبقى الإجابة هتبقى رقم د. سهلة وبسيطة، سهلة وبسيطة. هنقول بقى السؤال رقم 10، بس أنا عايزاكم تبقوا شايفين كل حاجة. تمام. هنا خلاص ظبطنا الكاميرا وجبنا الآلة عشان برضو ايه يبقى كل حاجة طالعة دقيقة ان شاء الله. عندنا هنا التردد الجسم المهتز بيساوي كام هرتز؟ طب احنا قلنا التردد بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية. اعتقد قلناها كتير قوي ايه في الفيديو ده، ولازم تكونوا حفظتوها. طيب عندنا هنا التردد، عندنا كام اهتزازة كاملة؟ عندنا ادي هنا كده نص اهتزاز، وكده اهتزازة كاملة. طب كده نص اهتزاز، كده اهتزازة كاملة. يبقى احنا كده عندنا كام اهتزازة كاملة؟ عندنا 2 اهتزازة كاملة. طيب على الزمن بالثانية، الزمن بالثانية اللي هو كام؟ اللي هو 8/100. هنقول 8/100. هنقول بقى ايه؟ هنقول على الآلة 2 على 8 اللي انا بكتبه ده، بس 8/100 هيديني كام؟ هيديني 25 هرتز. 25 هرتز موجودة في الإجابات، موجودة في الإجابات. يبقى الإجابة رقم ج. طيب عندنا هنا بيقول لي ايه؟ سعة الاهتزازة كام متر؟ دي هنجيبها من على الرسم. هنا سعة الاهتزازة اللي هي دي كده سعة اهتزاز. طب احنا عندنا سعة الاهتزازة اللي كام متر مكتوبة هنا؟ ساعة الاهتزاز. ساعة الاهتزاز مكتوبة ثانية يا جماعة عشان هنا ما تتلخبطوش بين دي وبين دي. اللي على السينات ده الزمن، يبقى اللي هي كام في المية دي الزمن. عندنا هنا هو عاوز اللي بالمتر، يعني عاوز الازاحة. يبقى ساعة الاهتزازة 2 متر. يبقى 2 ساعة الاهتزازة بكام؟ ب2 متر. تمام. يبقى الإجابة الواحد بجيم واتنين بدال. تمام. عندنا 11 بيقول ايه؟ اذا كان تردد جسم مهتز 5 هرتز فانه يحدث نقط في الاهتزازة الكاملة في الدقيقة الواحدة. يعني هو دلوقتي عاوز يعمل ايه؟ عاوز عدد الاهتزازات. طيب في حاجة سهلة وبسيطة جدا ممكن نعملها. احنا قلنا ايه؟ قايلين ان التردد بيساوي عدد الاهتزازات على ايه؟ على الزمن بالثانية. احنا هنا هنعكس، هو هنا عاوز عدد الاهتزازات. يبقى عدد الاهتزازات هتساوي ايه؟ هتساوي نمسح. يبقى هنا العكس، عندنا عدد الاهتزازات هنقول بتساوي التردد. يبقى العدد بيساوي التردد على في الزمن بالثانية. تمام. سهل جدا جدا. يبقى عندنا هنا التردد بكام؟ ب5. في الزمن بالثانية كام؟ هو هنا بيقول لي في الدقيقة الواحدة الدقيقة فيها 60. تمام. يبقى هنا هنقول هننزل الصفر، 5 في 6 ب30. هيبقى تدينا 300 اهتزازة كاملة. هي بس الفرق ان احنا ايه؟ بدل ما نجيب التردد احنا جبنا عدد الاهتزازات الكاملة، فاحنا هنضرب التردد في مقامها هيدينا ايه؟ بسطة. يبقى هتدينا 300 اهتزازة كاملة. تمام. عندنا 12 بيقول لنا ايه؟ الواحد جيجا هرتز فيها كام كيلو هرتز؟ فيها 10 أس 6. احنا دي لسه ايه حلينها في السؤال اللي قبل كده، كان اكمل تقريبا. تبقى 1 أس 6. عندنا السؤال رقم 13 بيقول ايه؟ بيقول اذا كان تردد جسم مهتز
10 هرتز. فإن زمن الدوري يكون كام؟ احنا قلنا ان الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد، فاحنا هنقول ايه؟ هنقول 1 على 10. 1 على 10 طلعلنا كام؟ طلعلنا ب1/10، يبقى 13 هتبقى ايه؟ هتبقى ب. سهلة جدا اهي، من غير حتى ايه ما نعملها بأي آلة ولا أي حاجة. عندنا السؤال رقم 14 بيقول إذا زاد عدد الاهتزازات لجسم مهتز إلى الضعف. دي سهلة جدا دي. أول ما نقرأ إن عدد الاهتزازات زاد للضعف، ده معناها إن التردد ايه؟ التردد زاد للضعف. دي حاجة مفروغ منها وحلناها كذا مرة قبل كده. خلال زمن معين، فإن ايه؟ يبقى كده احنا عندنا ادام عدد الاهتزاز زاد للضعف يبقى التردد زاد للضعف، اما الزمن ايه؟ يقل للنصف. ليه؟ لان هما الاتنين معكوسين لبعض. يبقى هنا عندنا التردد يزداد للضعف، صح، يبقى الاجابة رقم ألف. تمام. هنا عندنا ب الزمن الدوري يقل النصف، دي صح برضه. يبقى يا شباب ما نختارش ونتسرع ونختار على طول من الاول، لاننا في اجابتين صح، يبقى الاجابة الصحيحة هي الف وب معا. تمام. عندنا السؤال رقم 15 بيقول ايه؟ بيقول عندما تتحرك كرة البندول من ألف لب. ادي عندنا الرسمة من ألف لب في زمن قدره 1/100 ثانية، فإن التردد ايه؟ طب احنا عايزين نقول دي قصده بيها ساعة اهتزاز. ساعة اهتزاز. يبقى كده احنا عايزين نجيب ايه؟ التردد. طب احنا التردد هنجيبه ازاي؟ هنجيب الاول الزمن الدوري للاهتزازة الكاملة. طب احنا قلنا ان الاهتزازة الكاملة فيها كام ساعة اهتزازة؟ قلنا فيها 4 ساعات اهتزازة. فاحنا عشان نجيب الزمن الدوري، الزمن الدوري هنقول ايه؟ هنقول بيساوي 4 في 1/100، يبقى هيديني كام؟ 4/100. ودي اول خطوة ان احنا عملناها، ان احنا ايه؟ طلعنا الزمن الدوري. طب والتردد، بما ان التردد معكوس ضربي للزمن الدوري، هنعمل ايه؟ بما اننا طلعنا الزمن الدوري، فاحنا هنقول التردد بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على الزمن الدوري. طب احنا عندنا هنا الزمن الدوري بكام؟ ب4/100. هنعملها على الآلة. ادي 1 على 4/100. تمام. هيديني كام؟ هيديني 25 هرتز. الإجابة هتكون رقم ج. وكده خلصنا الصفحة دي كمان، يبقى كده 15 الإجابة رقم ج. كده بقينا سؤالين بس في اختار، نحلهم على طول ونشوف بقى إذا كنا هنكمل أو هنعمل جزء تاني. هنقول في الشكل المقابل إذا كانت أقصى إزاحة يحدثها الزنبرك بعيدا عن موضع سكونه هي 3 سنتي. 3 سنتي، فإن المسافة الرأسية التي يقطعها الزنبرك خلال 3 اهتزازات كاملة. 3 اهتزازات كاملة هتكون ايه؟ السؤال ده بصوا ممكن تلاقوه لافف شوية، ولكن السؤال سهل جدا. هنا بيقولي أقصى إزاحة يحدثها عن موضع سكونه هي 3 سنتي. طيب أقصى إزاحة يحدثها الزنبرك بعيدا عن موضع السكون، طب ده تعريف ايه؟ تعريف ساعة الاهتزاز. شايفين يا جماعة اللفة؟ طيب هنا بقى بيقول ايه؟ عاوز 3 اهتزازات كاملة. طيب اما الاهتزازة الواحدة فيها 4 ساعة اهتزاز، يبقى عندنا 3 اهتزازات فيهم كام ساعة اهتزازة؟ يبقى 4 و4 كام؟ 8. 8 و4 12. طب بما ان ال 12 يبقى احنا كده زي ما حسبناه، هو عندنا بيقول ال3 سنتي دي ساعة الاهتزازة الواحدة، واحنا عندنا الاهتزازة الكاملة فيها 4 ساعات اهتزازة. هو هنا بقى عاوز 3 اهتزازات، يعني 3 في 4، 3 في 4 ب12. طيب هو عاوز ايه؟ عاوز المسافة الرأسية. طب المسافة هنا اصلا ساعة الاهتزازة الواحدة 3 سنتي، يبقى ال 12 ساعة اهتزازة، يبقى 12 في 3. 12 في 3 بكام؟ ب36، يبقى 36 سنتي. يبقى الإجابة الأولى رقم 1 هتبقى د اللي هي 36 سنتي. طيب عندنا 2 هنقول تردد الزنبرك بيساوي كام؟ عندنا تردد الزنبرك واحنا هنا عندنا ساعة الاهتزازة الواحدة بكام؟ ب1/10 ثانية. 1/10 ثانية، وهنا اللي هي دي اللي ساعة الاهتزاز الواحد. طيب احنا عندنا الاهتزازة الكاملة فيها 4، يبقى الطول اللي بتاع ده الطول اللي اسمه ايه ده؟ الزمن الدوري. الزمن الدوري ب4/10. تمام، ب4/10. يبقى احنا عشان نجيب التردد فاحنا هنقول 1 على الطول الموجي ده
ويدينا، احنا قلنا ان الاهتزاز، ساعة الاهتزازة الواحدة دي بكام؟ ب1/10. احنا عايزين نجيب ايه الزمن للاهتزازة كاملة عشان يبقى زمن دوري، فاحنا هنضرب ال1/10 ده في 4، فهيبقى كام؟ 4/10. كده احنا جبنا الطول الموجي. ال4/10 ده اللي هو ايه؟ مش عارفة الطول الموجي ايه، وانا المذاكرة مقصرة. هتبقى الزمن الدوري. الزمن الدوري يبقى 4/10 زمن الدوري. طب التردد بيساوي كام؟ 1 على الزمن الدوري، اللي هي 1/4. هنقول هنا 1/4 هيديني كام؟ 5/2 اللي هي 2.5. يبقى الإجابة هي رقم ج. بس كده يبقى السؤال ده رقم د وده ج. وعلى فكرة والله يا جماعة سهل جدا، احنا بس محتاجة ان احنا نركز بس. عندنا هنا أسئلة صح وغلط. بيقول ايه؟ بيقول 1. تتكرر الحركة الدورية للجسم المهتز بانتظام على فترات زمنية متساوية. الحركة الدورية للجسم بتتكرر على فترات زمنية متساوية، ده صح وغلط. يبقى ده صح جدا، السؤال ده مفيهوش اي حاجة غلط. طيب عندنا 2. بيقول ايه؟ تقل طاقة حركة البندول البسيط بزيادة سرعته. إيه؟ تزداد الطاقة بزيادة السرعة. يبقى تزداد طاقة الحركة بزيادة السرعة وليس تقل. يبقى دي غلط، وانا بيقول قاعد التصويب يبقى تقل، دي هتبقى تزداد. عندنا 3. حركة الأرجوحة تمثل حركة دورية. صح جدا، ودي حلينها في اختر وفي أكمل اللور. طيب عندنا 4. حركة الوتر المشدود من أمثلة الحركة الانتقالية. لا، احنا قلنا الوتر المشدود من أمثلة الحركة الدورية الاهتزازية. يبقى دي غلط، ودي حركة دورية اهتزازية. تمام يا شباب. عندنا 5 بيقول ايه؟ تصبح سرعة الجسم المهتز قيمة عظمى عند المرور بموضع السكون. صح جدا، احنا دي حلينها اللي هي أقصى أكبر ما يمكن عند مرور بموضع السكون. طيب عندنا 6. مقدار الإزاحة على جانبي موضع السكون الجسم المهتز يكون متساوي. دي برضو بتاع ده جملة صح جدا. طبعا عندنا 7. تتناسب سرعة البندول عكسيا مع مقدار ازاحته بعيد عن موضع السكون. دي برضو صح. عندنا 8. يزداد الزمن الدوري بزيادة عدد الاهتزازات الكاملة الحادثة في الثانية الواحدة. لا طبعا، احنا كنا قايلين ان بزيادة عدد الاهتزازات اللي بيزيد التردد. ساعة ما قلنا ان ايه؟ عدد الاهتزازات زادت للضعف، فالتردد زاد للضعف، فالزمن الدوري قل للنص. يبقى هنا هتبقى غلط وهتبقى التردد. عندنا الجيجا هرتز اقل من الميجا هرتز. لا طبعا، الجيجا دايما اكبر من الميجا. يبقى عندنا الجيجا اكبر من. يبقى كده كمان خلصنا اسئلة الصح والغلط. عندنا السؤال رقم 5. ده السؤال ده لذيذ جدا، مع ان ايه ممكن محدش يبقى فاهمه شوية، بس هو سؤال لذيذ جدا وسهل جدا. بيقول ايه؟ استخرج العبارة او الكلمة الغير مناسبة ثم اكتب ما يربط بالباقي. يعني هنشوف الحاجات دي ونشوف ايه الحاجة اللي مش زيهم، يعني حاجات يبقوا كلهم اخوات والحاجة ايه اللي مش تبعهم خالص، وايه ونشوف ايه اللي يربط بالاخوات دول ببعض. عندنا بيقول حركة فرعي الشوك الرنان. تمام، دي حركة دورية. طب عندنا حركة لعبة النحل. حركة لعبة النحلة برضو حركة دورية. يبقى دول الاتنين كده صح. يبقى احنا كده بندور على حاجة مش حركة دورية. عندنا حركة القطار. لا، حركة القطار مش حركة دورية. طبعا عندنا حركة الأرجوحة برضو حركة دورية، حركة دورية اهتزازية. يبقى كده دي عندنا حركة القطار هي اللي غلط فيهم، لأن دول كلهم حركة دورية. تمام. عندنا 2. حركة البندول البسيط. ماشي، حركة البندول البسيط دي ايه؟ حركة اهتزازية. تمام. عندنا حركة الزنبرك. ماشي، حركة اهتزازية. تمام. عندنا حركة لعبة النحل. لا، حركة لعبة النحل دي دورية، يبقى دي غلط. يبقى عندنا حركة الوتر المشدود. طب حركة الوتر المشدود دي برضو حركة اهتزازية، يبقى لعبة النحل هي اللي غلط، ودول كلهم ايه؟ حركة اهتزازية. عندنا 3. ساعة الاهتزازة والتردد والطول الموجي والاهتزازة الكاملة. يبقى ساعة الاهتزازة، التردد، الطول الموجي والاهتزازة الكاملة. ايه الحاجة الغلط فيهم؟ الطول الموجي اللي انا عمالة كل شوية اتلخبط فيه، عشان ده كان عندي في ثانوية عامة. يبقى الطول الموجي دي هو الحاجة الوحيدة الغلط، لان ساعة الاهتزازة والتردد والاهتزازة الكاملة دي كلها ايه؟ مفاهيم مرتبطة بايه؟ بالحركة الاهتزازية. يبقى الطول الموجي هو ايه اللي براهم.
عندنا السؤال رقم 4 بيقول ايه النانومتر والهرتز والجيجا هرتز والميجا هرتز. ايه الغلط؟ سهلة جدا. النانومتر ليه؟ لان الهرتز والجيجا هرتز والميجا هرتز هم ايه؟ من وحدات قياس التردد. تمام. عندنا السؤال رقم 5 بيقول التردد وعدد الاهتزازات الكاملة والزمن بالثانية وساعة الاهتزاز. ايه الغلط؟ انتوا لما تشوفوا منها تحسوها قانون. يبقى ساعة الاهتزاز هي الغلط. ليه؟ لان التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية. ساعة الاهتزاز ملهاش علاقة ايه بالموضوع هنا خالص. تمام. نخش على السؤال اللي بعديه. صوب العبارات الآتية بشرط عدم تغيير ما تحته خط. يعني هو دلوقتي عاوزنا نغير كل حاجة ما عدا الحاجة اللي تحتها اللي مش تحتها خط. طب احنا هنقول حركة كل من البندول البسيط ولعبة النحلة تمثل حركة دورية اهتزازية. طب هو مش عاوزنا نغير دي، يبقى احنا عاوزنا نجيب أمثلة لحركة دورية اهتزازية. احنا عندنا ايه الأمثلة حركة دورية اهتزازية؟ عندنا مثلا البندول البسيط وعندنا الزنبرك. تمام. يبقى البندول البسيط دي موجودة وصح، ولكن لعبة النحلة هي اللي غلط. يبقى هنبدلها ونحط مكانها ايه؟ الزنبرك. عندنا الزمن الدوري هو زمن 4 اهتزازات كاملة. لا، عندنا الزمن الدوري هو زمن اهتزازة واحدة كاملة. الزمن الدوري قلنا هو زمن الاهتزاز الواحد، زمن 4 ساعات اهتزازة، ولكن اهتزازة واحد. يبقى هنا هنقول اهتزازة واحد. 3 هنقول تردد جسم مهتز يساوي مقلوب الإزاحة. لا، احنا قلنا ان التردد بيساوي مقلوب الزمن الدوري. هنقول او معكوس ضرب البعض. هنقول 4 الجسم الذي تردده 200 هرتز يقوم بعمل اهتزازة واحدة في 2 ثانية. لا طبعا، هو بيقول ايه؟ التردد 200 هرتز، يبقى يقوم بعمل اهتزازة واحدة في كام ثانية؟ هتبقى بيعمل 200 اهتزازة في الثانية الواحدة، مش اهتزازة واحدة. ليه؟ لان احنا هنقسمهم على بعض، فهيبقى ايه؟ ال200 هرتز دول هيدوني 200 اهتزازة كاملة في الثانية الواحدة. تمام. يبقى احنا كده خلصنا برضو الصور. دلوقتي يا شباب رجعنا مع بعض، هنحل بقى اسئلة علل، وبعدين هنبدأ ان احنا نمشي برتم سريع شوية عشان انا مش عايزة وقت الفيديو يطول عليكم، وعايزين ان احنا كل الحاجات، لان هي اصلا الدرس اسئلته بتتكرر فمش عايزين نطول. فايه عايزين نحاول نخلص على طول، لاني كمان مش عايزه اعمل لكم كذا بارت يعني، واعمل لكم جزء اول وتاني، فنمشي يا ريت برتم سريع. عندنا علل لما ياتي. عندنا السؤال الاول انا حلتهم لكم هنا وايه وكتبتهم على السريع عشان الوقت. عندنا السؤال رقم 1 بيقول تعتبر الحركة الاهتزازية حركة دورية. ليه الحركة الاهتزازية حركة دورية؟ ليه؟ لأنها بتتكرر على فترات زمنية بانتظام. يبقى ليه الحركة الاهتزازية حركة دورية؟ لأنها تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، ودي الإجابة رقم 1. عندنا 2 تعتبر حركة الكواكب حول الشمس حركة دورية. هي غالبا هي نفس الإجابة، هو بيسأل هي ليه أي حاجة بقى حركة دورية. يبقى 2 لأنها تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. عندنا تمام كده. السؤال رقم 3 بيقول اهتزاز فرعي الشوكة الرنانة يمثل حركة دورية اهتزازية. هنا احنا محتاجين ان احنا نعلل حاجتين، ليه هي حركة دورية وليه هي حركة اهتزازية. يبقى عندنا اجابة السؤال رقم 3 هنقول حركة دورية لانها تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. تمام. طب التعليل بقى ان هي ليه حركة اهتزازية، هنقول حركة اهتزازية لانها تتكرر على جانبي موضع السكون. تمام. سؤال 3 تمام. عندنا السؤال رقم 4 بيقول ايه؟ تكون طاقة حركة البندول اكبر ما يمكن عند مروره بموضع السكون. ليه؟ هنقول لان سرعة الجسم المهتز تكون اكبر ما يمكن عند مروره بموضع نقطة السكون، وطاقة حركة البندول بتتناسب طرديا مع مربع سرعة الجسم المهتز. اللي فيه جزئية ما فهمهاش او ما سمعهاش يعيد النقطة بتاعتها من تاني او يرجع الفيديو ويفهمها ان شاء الله. انا بس بقول بسرعة عشان مش عايزين نطول مع بعض على بعض. عندنا السؤال رقم 5 بيقول تعتبر حركة البندول حركة توافقية بسيطة. ليه؟ هنقول لانها تمثل بيانيا بالمنحنى الجيبي. يبقى المنحنى الجيبي لانها حركة توافقية بسيطة. عندنا السؤال رقم 6 بيقول ايه؟ يقل
يقل الزمن الدوري للجسم المهتز بزيادة عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها في نفس الزمن. احنا قلنا عند زيادة عدد الاهتزازات الكاملة بيحصل ايه؟ بيزداد التردد للضعف، او ده ايا كان، يعني يزداد التردد وبيقل الزمن الدوري. يبقى عندنا هنا السؤال رقم 6 هنقول ايه؟ لأن الزمن الدوري يتناسب عكسيا مع عدد الاهتزازات ايه؟ الكاملة. عندنا الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز، يعني هي يبقى احنا قلنا ان هو بيتناسب طرديا مع التردد وعكسيا مع الزمن الدوري. يبقى عشان كده لما بيحصل زيادة في عدد الاهتزازات بيزداد التردد ويقل ايه؟ الزمن الدوري. عندنا السؤال رقم 7 بيقول يزداد تردد الجسم المهتز بزيادة عدد الاهتزازات التي يحدثها الجسم. طيب احنا دي لسه قايل لنا اللي هي دي عكس اللي احنا قلناها من شوية. يبقى لأن التردد يتناسب طرديا مع عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز عند ثبوت الزمن. عندنا السؤال رقم 8 بيقول ايه؟ حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوي الواحد الصحيح. طب السؤال ده سهل جدا، ليه؟ لأن التردد بيساوي المعكوس الضربي للزمن الدوري. يبقى عندنا 9. ماشي، عندنا 9 يمكن تعيين الزمن الدوري لجسم مهتز بمعلومات التردد والعكس. هنقول برضو لأن الزمن الدوري يساوي المعكوس الضربي للتردد. وهنا عندنا الإجابة اللي هي لأن الزمن الدوري يساوي المعكوس الضربي للتردد، وده 8 و9 نفس الإجابة. عندنا سؤال رقم 10 وآخر سؤال في علل بيقول يقل تردد الجسم المهتز بزيادة زمن الدوري. ليه بيقل التردد بزيادة الزمن الدوري؟ لأن هما الاتنين في علاقة عكسية مع بعض. يبقى لأن التردد يتناسب عكسيا مع الزمن الدوري. كده يا شباب احنا خلصنا أسئلة علل، وكده يعتبر خلصنا الأسئلة المهمة جدا في كل الدرس. فان شاء الله الاسئله التانية هنحلها، ولكن هنحلها شفهيا كده من غير كتابه، يعني مش زي ده. وكمان اللي يحتاج منكم حاجه برضو يعرفني ونعيدها مع بعض تاني. ولكن لان الاسئله بتتكرر وبتبقى نفس السؤال بنفس الاجابه بس بطريقه اسئله مختلفه، فاحنا التانية هنقوله شفهيا كده لحد ما نوصل للاسئله ونرجع نحلها مع بعض تاني ان شاء الله. ودلوقتي هنخش على جزء المصطلح العلمي. دلوقتي النوع بتاع ده النوع بتاع الأسئلة اللي هو رقم 8، ما المقصود بكل من أو المصطلح العلمي. عندنا اكتب المصطلح العلمي. تمام. عندنا 1 الحركة الدورية، عاوز ايه المقصود بيها؟ يبقى الحركة الدورية احنا قلناها مع بعض هي ايه؟ هي الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. جاوبناها اكتر من مرة سواء في الأكمل او الأخطر او في العلل اللي احنا اول وتاني سؤال حلناهم في العلل كان عن الحركة الدورية. يبقى الحركة الدورية هي الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. تمام. عندنا 2 الحركة الاهتزازية. الحركة الاهتزازية هي الحركة الدورية التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه بحيث تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. طب احنا ليه قلنا ان الحركة الاهتزازية هي الحركة الدورية؟ لان احنا قلنا ان الحركة الاهتزازية هي نوع من انواع الحركة الدورية. عندنا رقم 3 بيقول سعة الاهتزاز. سعة الاهتزاز احنا قلنا ايه؟ قلنا هي اقصى ازاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكون، زي ما مثلتها لكم في الصفحات اللي قبل كده بالبندول، وقلت لكم ان سعة الاهتزازة كده حتى ساعة ما قلنا ان الاهتزازة الكاملة فيها كام ساعة اهتزازة؟ تمام، 4 ساعة اهتزاز. تمام. عندنا 4 الاهتزازة الكاملة هي ايه؟ هي الحركة التي يحدثها الجسم المهتز عندما يمر بنقطة ما، ومثلا نقطة موضع السكون عندما يمر بنقطة ما في مسار حركته مرتين متتاليين في اتجاه واحد. عندنا 5 الزمن الدوري هو ايه؟ هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة. اهتزازة كاملة ان لما نجيبها ده هو الزمن الدوري. عندنا التردد هو ايه؟ التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. كده يا جماعة اعتقد ان كل حاجة واضحة ان شاء الله، والاسئلة كلها سهلة جدا يعني. هنا يا شباب نحل ما معنى قولنا ان، والسؤال ده برضو سهل ويعتبر انا كمان مش عايزة احله لكم والله، لان انا حاسة ان احنا كده بنكرر في نفس الحاجة،
ولكن مش مشكلة، بس ان شاء الله وقت الفيديو ما يطولش عليكم. وانتوا برضو عرفوني اي حاجة، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا لي انتوا محتاجين ايه نحله ومش محتاجين ايه، محتاجين ايه نحله هنا على القناة وايه ممكن نحله على التليجرام، وان شاء الله يعني ايه كله تمام يعني. عندنا اول سؤال بيقول ايه؟ بيقول ما معنى قولنا ان اقصى ازاحة يحدثها الجسم المهتز هي كام؟ هي 6 سم. طيب احنا اقصى ازاحة دي كنا بنقول عليها ان هي ايه؟ هي سعة الاهتزازة. يبقى كده معنى قولنا ان سعة الاهتزازة لجسم مهتز هي كام؟ هي 6 سنتيمتر. يبقى كده ان سعة الاهتزاز 6 سنتيمتر. طيب عندنا السؤال هنا، هو هنا السؤال وعكسه تقريبا، هنا جايب لنا الحاجة وهنا جايب لنا يعني الحاجة المعاكسة ليها، بس هي نفس الحاجة. 2 بيقول سعة الاهتزاز البندول مهتز هي 2 سنتيمتر. هنقول ايه؟ هنقول اي ان اقصى ازاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه بتساوي 2 سنتيمتر. قد ايه هي سهلة، هي دي وهي دي، يعني يعتبر هو نفس السؤال. عندنا 3 بيقول الزمن الدوري لجسم مهتز 60 ثانية. الزمن الدوري لجسم مهتز 60 ثانية يعني ايه؟ اي ان الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة بيساوي كام؟ بيساوي 60 ثانية. طيب هنا برضو يعتبر نفس السؤال بس بطريقة تانية. 4 الزمن الذي يستغرقه جسم مهتز في عمل 30 اهتزازة كاملة بيساوي كام؟ بيساوي 10 ثانية. هنقول اي ان الزمن الدوري، طب احنا هنا عايزين نجيب الزمن الدوري، هنقول ايه؟ هنقول الزمن بالثواني اللي هو 10 على كام؟ على عدد الاهتزازات الكاملة اللي هو 30. 10 على 30 فيها ايه؟ التلت او 3/10. يبقى اي ان الزمن الدوري للجسم المهتز بيساوي ايه؟ 3/10. عندنا السؤال رقم 5 بيقول الزمن اللازم لعمل 4 ساعة اهتزاز هو 2 ثانية. طب ما هو الزمن اللازم لعمل 4 ساعة اهتزازة ده، ما هي ال4 ساعة اهتزازة هي اهتزازة كاملة. هنقول اي ان الزمن الدوري لعمل اهتزازة كاملة هو كام؟ 2 ثانية. اعتقد سهلة جدا ما شاء الله، وكل حاجة جميلة جدا. عندنا تردد، بيقول عندنا هنا ايه؟ ما معنى قولنا أن تردد شوكة رنانة بيساوي 300 هرتز؟ هنقول أي أن عدد الاهتزازات الكاملة، هنقول إيه تعريف التردد تقريبا. هنقول أي أن عدد الاهتزازات الكاملة التي تحدثها الشوكة الرنانة في الثانية الواحدة بيساوي 300 اهتزازة كاملة. عندنا هنا برضو نفس السؤال بطريقة تانية. 7 عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها جسم مهتز في زمن قدره كام؟ 1.5 دقيقة يساوي 540 اهتزازة. هو هنا عدد الاهتزازات الكاملة حاطط لي تعريف التردد، فاحنا هنقول ايه؟ اي ان التردد بيساوي كام؟ فنحسب التردد. طب التردد القانون بتاعه ايه؟ عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني. طب احنا عندنا عدد الاهتزازات الكاملة اللي هو جايبها لنا في السؤال كام؟ 540 اهتزازة كاملة. طيب على الزمن بالثواني، طب احنا هنا عندنا دقيقة ونص، الدقيقة ونص كام ثانية؟ 90 ثانية. يبقى 540 على 90 هتديني 6. يبقى كده هنقول أي أن التردد بيساوي كام؟ بيساوي 6 هرتز. تمام كده خلصنا كمان السؤال رقم 9. ما معنى قولنا أن؟ تمام نكمل باقي الأسئلة برضو شفوي كده من غير كتابة عشان ايه الوقت. عندنا هنقول متى تكون حركة جسم حركة دورية. يبقى متى تكون حركة الجسم حركة دورية؟ هنقول ايه؟ هنقول عندما تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. يبقى عندما تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. سهلة جدا وايه مش محتاجة حاجة، هو برضو هنقول كأنه ايه تعريف الحركة الدورية. طب 2 الحركة الدورية حركة اهتزازية متى تكون؟ هنقول عندما تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية على ايه؟ جانبي موضع السكون عشان تكون ايه؟ حركة اهتزازية. عندنا 3 بيقول سرعة كرة البندول متى تكون سرعة كرة البندول أكبر ما يمكن؟ احنا قلنا البندول بيبقى سرعته أكبر ما يمكن عندما ايه؟ عندما يمر بموضع السكون. يبقى هنقول عندما يمر بموضع السكون. عندنا 4 بيقول طاقة حركة بندول أقل ما يمكن. متى تكون طاقة حركة البندول أقل ما يمكن؟ طب احنا قلنا إن هي بتبقى أكبر ما يمكن عند مرورها بموضع السكون. طيب احنا هنقول امتى هتبقى أقل ما يمكن؟ نبقى نقول عند وصولها إلى أقصى إزاحة بعيدا عن موضع السكون. يعني كل ما تبقى قريبة من موضع السكون السرعة بتاعته بتزيد. طب لما بيبعد بتقل. يبقى يعني هنا السؤال رقم 4 عند وصولها إلى أقصى إزاحة بعيدا عن موضع السكون.
عندنا 5 بيقول ايه؟ قيمة الزمن الدوري لجسم مهتز مساوية لقيمة تردده. هنقول متى تكون، هتبقى عندما يتساوى عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز مع الزمن الحادث فيه بالثواني. احنا هنا عملناها، فاكرين السؤال اللي انا اتلخبطت فيه في اول الفيديو ساعة ما انا ما كتبت القانون بتاع الزمن الدوري كأنه القانون بتاع التردد، وهو مع ان هما معكوسين ضرب البعض، بس انا قلت لكم ان هي عشان نفس القيمة، فهنا ما حصلش خلل في السؤال. هو بقى ده السؤال اللي هو ايه؟ رقم 5 اللي هي متى تكون دي، اللي هي عندما يتساوي عدد الاهتزازات الكاملة مع ايه؟ مع الزمن الحادث فيه. وكده يعني الأسئلة أنا شايفة إن هي ما شاء الله بتتكرر وسهلة، وكل ما هنكرر فيها كل ما تثبت في الدماغ أكتر. عندنا 11 ماذا يحدث عند وصول كرة البندول أثناء حركتها لأقصى إزاحة بعيدا عن موضع السكون بالنسبة لسرعتها؟ ايه اللي هيحصل؟ الزمن الدوري بتاعها ايه؟ يقل. عندنا 2 اقتراب جسم مهتز من موضع سكون. ايه اللي هيحدث عندما يقترب من موضع السكون، وايه اللي بيحصل ساعتها؟ بيقل الزمن الدوري ايه؟ للنصف. وبرده ممكن نقول ان ايه؟ ان السرعة بتاعته بتزيد، وممكن نقول ان طاقة حركته بتزيد كل ما يقرب من موضع السكون. عندنا السؤال رقم 3 بيقول ماذا يحدث عند مرور الجسم المهتز أثناء حركته من موضع السكون؟ هنقول ايه؟ تكون سرعته ايه؟ أكبر ما يمكن. سوري بس البتاع اتعمل. احنا وصلنا لحد فين؟ 4. اوكي. زيادة تردد الجسم المهتز بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للزمن الدوري. يبقى هنا هو عايزني زيادة التردد بتاع الجسم. ماذا يحدث إذا ثانية واحدة أشوف بس هما عايزين بس يا جماعة خلاص سوري يعني. عندنا هنا 4 بيقول زيادة تردد الجسم المهتز بالنسبة للزمن الدوري. ايه اللي هيحصل للزمن الدوري لما ايه؟ التردد يزيد. لما التردد يزيد الزمن الدوري هيقل. ليه؟ لان هما بيتناسبوا علاقة عكسية مع بعض، فلما التردد يزيد الزمن الدوري يقل. طب لما الزمن الدوري يقل التردد يزيد. وهي ماشي. عندنا 5 زيادة عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها جسم مهتز للضعف في زمن معين. عاوز بالنسبة للزمن الدوري. هو هنا بيقول لي زيادة عدد الاهتزازات الكاملة، كأنه بيقول لي ايه؟ ماذا يحدث عند زيادة التردد للضعف؟ ايه اللي هيحصل للزمن الدوري؟ عندما يزيد التردد للضعف يقل الزمن الدوري للنصف. يبقى نقول يقل الزمن الدوري للنصف. ودي سهلة جدا وايه، وكل الحاجات دي بسيطة حلناها مع بعض كتير قوي. فانا ما عنديش اي فكرة احنا قدامنا قد ايه في الاسئلة، بس يعني انا كده يعتبر خلاص احنا خلصنا الجزء الكبير قوي. يعني الحاجات دي ان شاء الله كلها سهلة يعني. طيب هنا يا جماعة انا جيت احل لكم السؤال بتاع اذكر العلاقة ده. حسيت ان احنا هنكرر في كلام وخلاص، وهي ايه؟ الجزء سهل جدا وكله من الشرح اللي ايه احنا شرحناه قبل كده. ندخل هنا بقى على جزء المسائل، نخلص الجزء ده لان هو مهم. اذكر الرقم الدال على كل من. هنا بيقول لي تردد جسم مهتز يحدث 30 اهتزازة كاملة في ربع دقيقة. يبقى هو كده عاوزني ايه؟ اجيب التردد. طب التردد بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة اللي هو عندنا هنا 30 على الزمن بالثواني. طب هنا عاطيني هو ربع دقيقة. هو ربع الدقيقة كام؟ 15 ثانية. يبقى ربع الدقيقة 15 ثانية. يبقى احنا كده عايزين نحسب ايه؟ عايزين نجيب التردد. يبقى هنقول عدد الاهتزازات الكاملة اللي هو 30 على 15 فيها كام؟ الاتنين. يبقى كده عندنا هنقول التردد بيساوي كام؟ بيساوي 2 هرتز. عندنا بيقول عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها جسم مهتز. هنا برضو تردده كام؟ 300 في 2 ثانية. عند التردد 300 هرتز في 2 ثانية. يبقى هو عاوز عدد الاهتزازات الكاملة. طب احنا عشان نجيب عدد الاهتزازات الكاملة هنعمل ايه؟ هنضرب التردد في الثانية. طب ما هي ايه؟ هنعملها كأنها مثلث كده. يا ثانية واحدة اعملها لكم بطريقة جميلة، وهي انتوا اكيد عارفين الطريقة دي، بس ايه نعيدها برضو مش مشكلة. هنقول كده هنعمل المثلث. طب المثلث ده هنحط ايه؟ هنحط هنا التردد بيساوي ايه؟ عدد الاهتزازات الكاملة على، وهنا الزمن بالثانية. عندنا بقى هنا اللي حصل هنا بقى ايه؟ ده اكبر غلط يا جماعة، متسمعوش كلامي. عندنا هنقول التردد هنا، التردد هو اللي هنا
وهنا عدد الاهتزازات، وهنا الزمن. طب احنا ايه لما كنا بنحب نجيب التردد كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقسم عدد الاهتزازات على الزمن بالثانية. طب هنا هو عاوز ايه؟ هو عاوز عدد الاهتزازات، فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل التردد في الزمن، يبقى احنا كده نضرب التردد في الزمن. طيب ماشي، هنا بقى عاطيني ايه؟ هو عاوز عدد الاهتزازات الكاملة وعاطيلي التردد. طب التردد هنا كام؟ 300. هنضربه في الزمن بالثانية اللي هو كام؟ اللي هو 2. 300 في 2 بكام؟ بست. ايه ده؟ هنا 300 مش 600. 300 في 2 هيديني 600. يبقى هنا عدد الاهتزازات كام؟ 600 اهتزازة. تمام تمام، سهلة جدا اهي. هنا بيقول لي اذكر الرقم الدال. ماشي، بيقول لي عندنا تردد بندول بسيط، زمن ساعة الاهتزازة فيه كام؟ 2.2 ثانية. هو عاوز التردد. طب في الأول عشان نجيب ده هنجيب له ايه؟ الزمن الدوري. طب احنا كنا بنقول الزمن الدوري ايه؟ الزمن الدوري هو زمن الضوء الاهتزازة الكاملة. تمام. طب واحنا عندنا الاهتزازة فيها كام ساعة اهتزازة؟ فيها 4. يبقى احنا عندنا الزمن بتاع ساعة الاهتزازة ده نضربه في 4 عشان يديني ايه؟ يديني الزمن الدوري للاهتزازة الكاملة. طب 4 في 2 من 10 بكام؟ ب8 من 10. يبقى 8 من 10 ثانية. طب احنا عشان نجيب التردد هنعمل ايه؟ طبعا التردد معكوس ضربي للزمن الدوري، فاحنا هنعمل ايه؟ هنقول 1 على 8 من 10 اللي احنا جبناها اللي هو الزمن الدوري بتاعها ونحسبها. هنقول 1 على 8 من 10 هتبقى كام؟ هتبقى 1.25 يبقى هنا التردد 1.25 كام؟ هرتز. تمام تمام. عندنا هنا الرقم الدال برضو هنقول حاصل الضرب التردد في الزمن الدوري. احنا قلنا التردد والزمن الدوري معكوس ضرب لبعض، يبقى لما نيجي نضربهم في بعض هيدوني ايه؟ هيدوني 1. يبقى هنا الرقم الدال عليها 1. عندنا هنا بقى المسائل ان شاء الله نحلها وكده نقفل الفيديو. ما اعتقدش ان الحاجات التانية مهمة، مش مهمة خالص. فاحنا نحل الاسئلة وكده الفيديو بتاعنا ان شاء الله يكون خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. المسائل المتنوعة بيقول لي ايه؟ اول حاجة بيقول لي احسب الزمن الدوري. انا ان شاء الله تكونوا شايفين كل حاجة وكل حاجة تبقى ان شاء الله مظبوطة بالنسبة لكم. تمام كده. بيقول ايه؟ احسب الزمن الدوري لبندول مهتز يصنع 20 اهتزازة. يبقى ده عدد الاهتزازات في كام؟ 2 ثانية. يبقى ده عدد الاهتزازات. يبقى هنا احنا هنسمي عدد الاهتزازات هنرمز لها برمز عين، والزمن هنرمز له بزين. تمام. احنا عندنا الزمن الدوري. الزمن الدوري بيساوي ايه؟ الزمن الدوري بيساوي ايه؟ بيساوي الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات. واحنا قلنا ان ده عكس التردد، يعني التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن، لكن الزمن الدوري العكس. طب احنا هنا عندنا الزمن بكام؟ الزمن ب2. طب عندنا عدد الاهتزازات بكام؟ ب20 اهتزاز. يبقى 2 على 20 فيها 1/10 يبقى فيها كام؟ 1/10. يبقى 1/10 ثانية. نحسبها برضو على الآلة. هنقول 2 على 20 فيها كام؟ 1/10. تمام تمام. هنقول هنا بيقول السؤال رقم 2 بيقول احسب تردد شكرا ان عندها 540 اهتزازة كاملة. يبقى ده العين عدد الاهتزازات الكاملة في الزمن، يبقى ده الزين. الزمن اللي هو كام؟ الدقيقة. طب الدقيقة هنا بكام؟ يبقى هنقول الزين بيساوي 60 ثانية. احنا نحلها كده مع نفسنا. يبقى عندنا التردد بيساوي العين، التردد بيساوي العين على الزين. طب التردد كام؟ 540 على 60. الصفر هيروح مع الصفر، هنقول بقى كام؟ نحسبها على الآلة. 540 على 60 هيديني 9. اذا هنا التردد بيساوي كام؟ بيساوي 9 هرتز. هنا بيقول لي احسب عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها جسم مهتز خلال دقيقة. طب احنا قلنا الدقيقة دي فيها قد ايه؟ الدقيقة 60 ثانية، علما بأن الزمن الدوري كام؟ 6 ثانية. طب احنا هنا السؤال هنقول عدد الاهتزازات الكاملة، وهنا عاطيني زمنين. هنا بقى ممكن نتلخبط ونقول ازاي هو عاطيني زمن وعاطيني زمن. طب احنا عايزين تردد عشان نعرف نجيب، لكن هنا التردد احنا هنجيبه بحاجة بسيطة جدا. واحنا مش الزمن الدوري هو المعكوس الضربي للتردد. طب احنا عشان نجيب التردد من الزمن الدوري هنا هنقول التردد بيساوي المعكوس الضربي للزمن الدوري اللي هو بكام؟ عطولي ب6 ثانية. هنقول 1 على 6. 1 على 6 هنا بالآلة. 1 على 6 بيساوي كام؟
احنا نقولها 1/6 كده عادي وخلاص. احنا عدد الاهتزازات بقى هنعمل ايه؟ هنضرب التردد اللي هو 1/6 ده في كام؟ في الدقيقة اللي هو الزمن 60 ثانية. يبقى هنقول التردد اللي هو سدس ده في ال60 ثانية. يبقى السدس في 60 هيديني كام؟ هنقول ادي السدس في ال60. سدس في 60 مش كده يا ولاد، انا مش عارفة. سدس في 60 هيديني 10. يبقى كده احنا عندنا كام اهتزازة؟ يبقى كده عندنا 10 اهتزاز. الطريقة سهلة جدا جدا جدا. اللي مش فاهمها برضو ايه يقول لي وانا اعيدها تاني والتالت عادي، مفيش مشكلة. عندنا السؤال رقم 4 بيقول ايه؟ بيقول جسم مهتز يصنع 450 اهتزازة في دقيقة ونص. احنا الدقيقة ونص ده الزمن. طب احنا بنحسب بالثواني. دقيقة ونص فيها كام ثانية؟ فيها 90 ثانية. هنا عاوز ايه بقى؟ عاوز التردد. طب التردد هنعمله ايه؟ عندنا عدد الاهتزازات على الزمن. هنقول 450 اللي هو عدد الاهتزازات على الزمن اللي هو كام؟ 90. يبقى كده عندنا كام؟ التردد بكام؟ عندنا ب5 هرتز. تمام. الزمن الدوري ممكن نجيبه بطريقتين. ان احنا نقسم بتاع ده، نقلب 1/5 دي ونقولها ان تبقى الزمن الدوري 1/5. وممكن برضو نقول ايه؟ 90 هتساوي 90 على 450، وهما الاتنين هيدوني نفس الناتج، سواء 1/5 هيدوني 2/10 او 90 على 450 هيديني برضو 2/10، واداني نفس الناتج في كلا الحالتين لان هما صح. يبقى هنا 2/10 ثانية. بس كده خلصنا السؤال رقم 4. هنا السؤال رقم 5 بيقول ايه؟ احسب الزمن الدوري لجسم مهتز تردده كام؟ تردده 2500 ميجا هرتز. هنا مغيرين في وحدة القياس ايه لاعبين فيها، وهنا 2 جيجا هرتز. طب احنا عايزين نحسب الزمن الدوري. الزمن الدوري هو ايه؟ الزمن الدوري هو 1 على التردد بايه؟ ده الترددات يا ولاد. هنا مهتز تردده كذا. طب احنا الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد، ولكن التردد بايه؟ بالهرتز. دي مهمة جدا. طب احنا هنقول 1 وهنا عاطيني التردد كام؟ 2500. طب احنا عشان نحولها من ميجا هرتز لهرتز هنضرب في كام؟ هنضرب في 10 أس 9. طب ولو جيجا هنضرب في أس 9. لو هنا الميجا هنضرب في أس 10، وهي سهلة جدا. يبقى 1 على 2500 في 10 أس 6. يبقى هتطلع بكام؟ نحسبها على الآلة. هنقول 1 على 2500 في 10 أس 6 هيديني كام؟ 4 في 10 أس 10. يبقى هنا 4 في 10 أس 10 أس سالب 10 يا ولاد. 10 أس سالب 10. طيب هنا هتبقى ايه؟ هنقول 1 على 2 في كام؟ احنا قلنا عشان نحول من جيجا هرتز للهرتز بنضرب في 10 أس 9. هنا هتدينا كام؟ هتبقى 1 على 2 في 10 أس 9 هتديني 5 في 10 أس سالب 10. وهما الاتنين بايه؟ بالثانية. ده بالثانية وده بالثانية لان ده زمن دوري. عندنا السؤال رقم 6 بيقول بندول بسيط المسافة بين اقصى ازاحتين له على جانبي موضع السكون 2 متر. ده النصف دورة، ويستغرق في قطعها كام؟ 4 ثانية. عاوز يحسب ايه؟ ساعة الاهتزاز. طب ساعة الاهتزازة دي عندنا ده زمن اللي قاله ده زمن النصف دورة، اللي هي مسافة بين اقصى ازاحتين دي نصف دورة. طب والساعة الاهتزازة هي ايه؟ هي ربع دورة. يبقى احنا عشان نحسب ساعة الاهتزازة هنجيب نص الايه؟ نص النص هيديني الربع اللي هو ايه؟ اللي هو ساعة الاهتزاز. يبقى نص في 1 بكام؟ ب1. يبقى ساعة الاهتزاز هنا بكام؟ ب1 متر. عندنا ايه؟ المسافة التي يقطعها خلال 3 اهتزازات كاملة. طيب هو هنا بيقطع المسافة ايه؟ بيقطع في نص الدورة بيقطع 2 متر. طيب في البتاع ده او في نص الازاحة بيقطع 2 متر. طب في الازاحة الكاملة هيقطع كام متر؟ 4 متر. ده في الازاحة الكاملة. طب هو عاوز في الاهتزازة الكاملة 4 متر. طب هو عاوز 3 اهتزازات. هنقول 3 في 4 متر هيديني كام متر؟ ب12 متر. يبقى هي دي ايه؟ المسافة اللي بيقطعها اللي هي كام؟ اللي هي 12 متر.
اعتقد سهلة جدا وايه ومفهوم. هنا بيقول لي ايه، احسب الزمن الذي تستغرقه كرة بندول حتى تصل لأقصى ازاحة لها. طب أقصى ازاحة لها اللي هو ايه؟ اللي هو سعة الاهتزاز، اللي هو ايه برضو؟ اللي هو ربع الاهتزاز الكامل. طيب لأقصى ازاحة لها بعيدا عن موضع سكونها، علما بأن التردد ايه؟ 5 هرتز. طب هو عاوز الزمن بتاعه. احنا الأول نجيب ايه؟ الزمن الدوري. الزمن الدوري بنجيبه ازاي؟ هنقول 1/5، وده ايه؟ الزمن الدوري، بس ده الايه؟ للاهتزاز الكامل. يبقى هنقول 1/5. 1/5 هيديني ايه؟ هيديني 2/10. طب 2/10 دي ايه؟ دي الاهتزاز الكامل. يبقى ده الزمن الدوري للاهتزاز الكامل. طب احنا عايزين زمن ساعة الاهتزاز بس. طب ساعة الاهتزاز احنا عندنا الاهتزاز الكاملة فيها 4 ساعات اهتزاز، فهو هنا عاوز يجيب ساعة الاهتزاز، يبقى هنقسم زمن الاهتزاز الكاملة اللي هو الزمن الدوري على 4. يبقى 2/10، 2/10 على 4 هتديني كام؟ هتديني 5/100. يبقى هنا هتبقى كام؟ هتبقى 5/100. سهلة جدا وايه وبسيطة. عندنا السؤال رقم 8 بيقول إذا كان الزمن الدوري لبندول، الزمن الدوري يعني الاهتزاز الكاملة 2/10، احسب الزمن الذي تستغرقه كرة البندول لقطع المسافة ايه؟ من 1 ل ب. طب ماشي، من ألف ل ب. طب ألف ل ب دول كام ساعة اهتزازها؟ كام ساعة اهتزازها؟ 2، يعني نص اهتزاز. طب ده الزمن ده للاهتزاز الكامل، احنا عاوزينه للنص اهتزاز، او مثلا ل 2 ساعة اهتزاز. يبقى هنعمل ايه؟ هنقسم الزمن الدوري ده على الاتنين، لان دول قلت لكم نصف اهتزازة وده الاهتزازة الكاملة. عشان نجيب النص اهتزازة هنقسم زمن الاهتزازة الكاملة على الاتنين. هيديني كام؟ هيديني 1/10 ثانية. وده برضو سؤال سهل جدا، ما افتكروش ان هو عشان في رسمة وكده ان السؤال ايه، ان السؤال صعب. عندنا هنا بيقول في الشكل المقابل تتحرك كرة البندول من النقطة س إلى النقطة ص، يعني دي برضو كام؟ نصف اهتزاز أو 2 ساعة اهتزاز، في زمن قدره كام؟ 2/100 ثانية. هو عاوز يحسب الزمن الدوري. الزمن الدوري طب ما هو في النصف اهتزازة بيديني 2/100 ثانية. طب في الاهتزازة الكاملة كام؟ يبقى هنضرب 2/100 دي في 2، هيديني كام؟ هيديني 4/100. وال4/100 ده هو زمن ايه؟ الزمن الدوري اللي هو زمن الاهتزازة الكاملة. دي برضو ايه؟ اعتقد ايه سهلة جدا. عندنا ب بيقول لي عاوز تردد كرة البندول. طيب التردد، بما اننا جبنا الزمن الدوري والتردد هو المعكوس الضرب ليه، يبقى هنقول 1/4. هنحسبها بالآلة. ادي 1/4. 1/4 فيها الكام؟ فيها 25. يبقى ده بيساوي كام؟ بيساوي 25 هرتز. طب هنا عاوز الزمن اللازم لعمل 3 اهتزازات كاملة. طب اما الزمن الدوري اللي هو العمل اهتزازة واحدة بكام؟ ب4/100. يبقى الزمن بتاع 3 اهتزازات كام؟ يبقى 3 في 4/100. نحسبها برضو على الآلة. هنقول 3 في 4/100 هتبقى كام؟ هتبقى 12/10. 12/100. يبقى 12. يبقى 12. اوكي، يبقى كده ده 12/100 ثانية. تمام. كده خلصنا ايه السؤال رقم 9. كده بقينا 10 و11 و12. وبجد اسفة جدا لو طولت عليكم، بس انا ايه كل همي بجد ان انتوا تفهموا ايه، تطلعوا من الدرس ده فاهمين كل نقطة فيه وتعرفوا تحلوا فيه ايه كل سؤال. كمان لو في ناس شاطرين جدا بقوا معايا لحد دلوقتي في الفيديو فاهمين كل حاجة ومحتاجين ان هم يزودوا حل اسئلة اكتر عشان يبقوا فاهمين ويبقوا يدخلوا الامتحان ان شاء الله ما ينقصوش في اي سؤال، يبعتولي وايه ويقولوا لي ان هم حابين يحلوا كتاب كذا وانا برضو ايه اجيب ونحل ايه مع بعضين. بس اهم حاجة ان ايه تبقوا فاهمين كل ايه جزئية. بيقول الشكل المقابل يمثل ريشة مهتزة تستغرق زمنا قدره ايه؟ 2/10 ثانية لتتحرك من ايه؟ من ألف ل ب. احنا نعتبر من ألف ل ب ده ايه؟ ساعة اهتزازة. تمام. احسب ساعة الاهتزاز. طب هو دلوقتي بيتحرك من ألف ل ب كام؟ 2/10 ثانية. هو دلوقتي عاوز بقى ايه؟ نحسب له ساعة الاهتزاز. طيب هي ساعة الاهتزاز بتساوي ايه؟ بتساوي نص المسافة
سعة الازازة هو عاوزها ايه؟ نجيبها بالمتر، يعني عاوز يجيب طولها. طب هي سعة الازازة اللي هي من الف ل ب اصلا، يعني من الف ل ب دي سعة اهتزاز، بس هو مش حاطين. طب احنا دلوقتي احنا عندنا من ب ل ج، من ب ل ج ده اللي هو نعتبرها ايه؟ نص اهتزاز. طب احنا عشان نحسب النص اللي هو الربع اللي هي سعة الاهتزازة، هنقول ايه؟ هنقول النص في التمانية اللي هي ايه؟ التمانية سنتي اللي هم عاطينها. يبقى هنقول النص في التمانية عشان نجيب في التمانية، عشان نجيب اللي هي سعة الاهتزازة دي نص دور. يبقى النص في تمانية بكام؟ ب4. ولكن يا ولاد هنا ايه؟ هنا عاطيني بالسنتيمتر، واحنا عشان نجيب سعة الاهتزازة لازم نجيبها ايه؟ بالمتر، لان هي سعة الاهتزازة بالمتر. طب احنا هنعملها عشان نحولها من سنتيمتر لمتر، هنعمل ايه؟ هنقسمها على 100. يبقى 4، هنقسم 4 على 100 عشان يديني ايه؟ يديني المسافة بتاعتها بالمتر، هتبقى 4/100 ولكن متر. عندنا الزمن الدوري. طب احنا عشان نجيب هنا الزمن الدوري هنعمل ايه؟ هنا بيقول لي ان هي عشان تمشي من هنا من ب لتتحرك من ألف لب. طيب احنا عندنا من ألف لب هنا استغرقت كام؟ 2 من 10 ثانية. طب احنا الزمن الدوري دي نعتبرها ساعة اهتزاز، الزمن الدوري فيه ايه؟ 4 ساعات اهتزاز. فاحنا عشان نجيبها هنعمل ايه؟ هنقول 4 في 2 من 10 دي هيديني كام؟ 8 من 10، وده ايه؟ الزمن الدوري كامل. طب احنا عشان نجيب التردد قلنا التردد بيساوي ايه؟ مقلوب الزمن الدوري، يبقى هنقول برضو 1 على 8 من 10. اعتقد يا شباب احنا حلينا نفس النوع ده من الأسئلة كتير جدا، حتى اتكررت بنفس الأرقام، وإن كده سهلت جدا. هتبقى كام؟ هتبقى 1.25 هرتز. تمام. كده الدرس انا حاساه الدرس بقى سهل جدا، وما اعتقدش ان في حاجه تقف قدامكم في ايه ان شاء الله. بيقول لك الازاحه التي تقطعها بعد مضي بعد بتاع ده بعد زمن يعادل ايه؟ يعادل نص الزمن الدوري. طب هو نص الزمن الدوري هو اصلا هي دي نص زمن دوري، نص اهتزاز، يعني من ب ل ج هنا نص اهتزاز او نص زمن دوري. هو عاوز الازاحه بتاعتها. الازاحه بتاعتها كام؟ هم اصلا عطوها لي ايه؟ 8 سم. هتبقى 8 سم، ولكن احنا هنحولها لمتر، فهتبقى ايه؟ هتبقى 8/100 متر. يبقى هو عاوز النص زمن دوري، يعني نص بتاع نص اهتزازة اللي هو اصلا عطاه لنا في المسألة. يبقى كده ايه؟ اعتقد هي كده ايه؟ سهلت خالص فوق ايه ما تتخيل، يعني ما شاء الله. وايه وكل حاجة ايه جميلة ما شاء الله اهي. عندنا نقول الشكل المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة والزمن لحركة توافقية بسيطة. هنا عاوز ساعة الاهتزازة والتردد والزمن الدوري. طب نروح عند المسألة. عاوز ساعة الاهتزازة بنجيبها بالمتر. طيب عندنا ساعة الاهتزازة اللي هي دي كده ساعة اهتزاز، دي ساعة اهتزازة اللي هي ربع نص الدور أو نص الاهتزاز. يبقى هنا عاوز طولها. طب هي طولها كام هنا؟ طولها هنا على الرسم البياني اهي 12/100 متر. يبقى احنا هنا هنكتب هنا كام؟ 12/100 متر. يبقى اول واحدة هتبقى ساعة الاهتزازة 12/100 متر. طيب عايزين هنا نجيب التردد. التردد بنقول ايه؟ بنقول عدد الاهتزازات الكاملة، قلنا هنرمز لها بعين على الزمان بالثواني. طيب احنا عندنا هنا كام اهتزازة؟ ادي 1 2 اهتزاز، يبقى دي كده كلها اهتزازة 1. وادي كده اهتزازتين، وادي كده 3 اهتزازات. يبقى كده هنقول اول حاجة 3. طب الزمن عندنا بكام؟ الزمن ب6 ثواني. يبقى 3 على 6 فيها كام؟ فيها 1 على 2. فيها 1 على 2 هتبقى بتساوي ايه؟ نص، اللي هي 5/10. والتردد بايه؟ بالهرتز. تمام. عندنا الزمن الدوري بيساوي ايه؟ مقلوب التردد. طب التردد طلعناه ب5/10، يبقى الزمن الدوري كام؟ 1 على 5/10. يبقى هنقول 1 على 5/10 هيبقى كام؟ هيبقى 2. هيبقى 2 ثانية. يبقى احنا كده طلعنا ساعة الاهتزازة، وطلعنا الزمن، وطلعنا ايه؟ التردد. كده معانا اخر سؤال الحمد لله في المسائل، ان شاء الله ايه يخلص على خير ونخلصه. والباقي احنا زي ما قلنا ان هو ايه سهل مش محتاج، ولكن لو عايزين نحله برضو اكتبوا لي في الكومنتات تحت ونحله مع بعض. هنا بيقول لي في الشكل المقابل عاوز ساعة الاهتزاز. طيب ماشي، الشكل المقابل اهو هي دي اصلا ساعة اهتزاز، بس هو عطيهاني بالسنتي. فاحنا كل اللي هنعمله هنا ان احنا هنقول ال5 سنتي دي
هنحولها ايه للمتر، هتبقى 5/100 متر، يبقى دي الزمن ساعة الاهتزاز. طب هو عاوز الزمن الدوري لجسم مهتز، هنا عاطيني الزمن الدوري لساعة اهتزازة كام؟ باينة 1/100. طب ده لساعة اهتزازة واحدة، واحنا قلنا ان الاهتزازة ب4 ساعات اهتزازة، يبقى الزمن الدوري هنقول ايه؟ هنقول 4 اللي هو زمن الاهتزازة الواحدة، اللي هو 4 في زمن الساعة، هيبقى 4/100 ثانية. طب عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم في زمن قدره كام؟ في زمن قدره 1 دقيقة. 1 دقيقة اللي هو كام؟ اللي هو 60 ثانية. طب احنا كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نجيب التردد. هنجيب التردد من ان هنقول مش لاقينه خالص، عادي جدا هنقول التردد بيساوي ايه؟ مقلوب الزمن الدوري. طب واحنا لسه مطلعين الزمن الدوري بكام؟ ب4/100، يبقى هنقول 1 على 4/100 ونحسبها بالآلة كده احنا طلعنا التردد. هنقول 1 على 4/100 اداني كام؟ اداني 25 هرتز. 25 هرتز. هنقول بقى هنا عشان نجيب عدد الاهتزازات الكاملة هنعمل ايه؟ هنضرب التردد في الزمن بايه؟ بالثواني. طب واحنا التردد مطلعينه بكام؟ ب25 في الزمن بالثواني، اللي هو عشان بيقول في دقيقة واحدة، هيبقى 25 في 60 ثانية. يبقى هنقول 25 في 60 ثانية هيديني كام؟ هيديني 1500. يبقى هنا عدد الاهتزازات الكاملة 1500 اهتزاز. تمام. هنا بقى بيقول ايه؟ المسافة الأفقية التي يقطعها البندول خلال 5 اهتزازات كاملة. 5 اهتزازات كاملة، وعاوز بقى يحسب ايه المسافة اللي هتحصل لما يقطع 5 اهتزازات كاملة. طب احنا عندنا ساعة الاهتزازة فيها كام؟ فيها 4 ساعة اهتزاز. طب احنا عندنا ساعة الاهتزازة ب5 سنتي، يبقى هنقول 4 في 5 هيديني 20 سنتي، ولكن ال20 سنتي دي للاهتزازة الواحدة. طيب انا عشان اجيب 5 اهتزازات هنعمل ايه؟ هنضرب ال5 في ال20 سنتي دول، هيديني ايه؟ هيديني 100 سنتي، ودي المسافة اللي هو ايه؟ المسافة الأفقية اللي قطعها. يبقى كده عندنا 100 سنتي، و100 سنتي دي اللي هي كام؟ اللي هي ب1 متر. وكده اللي خلصت لكم ايه؟ كل المسائل اللي في الدرس، وايه يعتبر كده خلاص احنا حلينا الدرس كله. مفيش غير اسئله بسيطه خالص واسئله مش مهمه، او حتى لو مهمه انتوا لو فهمتوا معايا كل الحل اللي احنا حليناه مع بعض ده، فانتوا تعرفوا تحلوها بكل سهوله، مش شايف قدامكم اي حاجه ان شاء الله. كده يا سنة تانية ان شاء الله احنا خلاص حلنا مع بعض الدرس الاول كله مع بعض، وحلنا الاسئلة بتاعته اهو. زي ما قلت لكم هتشوفوا القناة بتاعة التليجرام اللي هنقعد نحل فيها مع بعض ان شاء الله، واللي عاوز سؤال يبعت لي ونحله مع بعض. ولو لقيتوا ان انتوا محتاجين او ان انتوا شاطرين جدا وخلاص خلصتوا ده وفهمتوه وعايزين ان احنا نحل مع بعض كراسة التدريبات، قولوا لي كمان ونحلهم مع بعض، وانتظروني ان شاء الله هنزل لكم حل جميع الفيديوهات. ولكن ايه، استمروا في الدعم معايا واكتبوا لي تحت كومنتات، وان انتوا لو فهمتوا ولو في حاجة مش فاهمينها عرفوني وافهمها لكم. وبس، كانت معكم اسراء عيد. بس كده انا تعبت جدا على فكرة في الحل ده، وخاصة ان انا ما صورتش من زمان وكده، بس اديني بستغل فترة قبل ما الجامعة ما تبدأ وكده، واديني حلت لكم شوية اهو. ان شاء الله يعجبكم، ولو عجبكم اعملوا لي اشتراك في القناة واعملوا لي لايك واستمروا في دعمي. وبس، يلا باي.